سلام، أهلا وسهلا الشتات، أكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ كلشي سانك؟ إيوا عطلة سعيدة، نتمنى لكم تفوجوا مع وليداتكم. فاليوم جزء جديد وأكيد أحداث جديدة، فعافاكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وعلى بركة الله نبداو الجزء ديال اليوم. خليناها فاش هبطات لعندهم وهي كتحاول تصطنع الضحكة ديالها، لقات كلشي كان داير بوردة وعماد كيباركوا ليهم. وفاء قالت على سلامتنا ملي تهنينا منكم، غير نتوما بعدا. حكيمة قالت وياها بنيتي كان مصدع ليا راسي. سعاد قالت كون عرفت الموضوع بحال هكا كون درت العمرة من شحال هادي، وضحكات. حكيمة قالت المهم انا علمتكم الاخر ديال السيمانه ان شاء الله غنجمع العيالات ديال الدرب وغنفرح بوليداتي هي الاولى، عاد نديروا لهم شي عرس مضخم. وفاء قالت اوف، هذاك الشيء برعني. وردة قالت دايره راسك ساهيه زعما، نتيا ما تابعك لا خطبه لا عرس. وفاء اللي ناضت كدير راسها كدوي في التليفون. استاذ مالك، هل تسمعوني؟ وردة ضحكات غير اجي الزين، اش بان لك نديروا العرس في نهار واحد. وفاء قالت اوف والله الا حبيت. ياسمين قالت لا انا بغيت نحضر جوج ديال العراسات فوق حتى وحده، بغيتو تغمقوا علينا نتوما. وفاء قالت على طماعه. وردة قالتي واحترمي راسك، راكي كتهضري مع عكوزتي. ياسمين قالت واش شتي عروستي الحبيبه اش كدير ليا؟ وفاء اللي كتشوف فيهم بجوج اويلي اش هاد التمجنين، كلشي كيضحك وكيقشب. الا لالات البنات كوثر اللي ساهيه مهزوزه من هاد العالم، كثرة التفكير. وحكيمه اللي ما خفاوش عليها التصرفات ديالها الغراب مؤخرا، شي اللي كيخليها تتاكد اكثر من الشكوك ديالها. في جهه اخرى كانت كدور في المول وكدير شوبينغ كيف ما العاده ديالها. غاده وهزه بزاف تاع الساشيات في يد واليد الاخرى كتقلب بها في التليفون، حاضره فيه عينيها مركزه، حتى كتحس براسها دخلت في واحد الجسم اللي كان صلب. خلاها ترجع باللور وطيح كاع داكشي اللي كانت هازه. قال سمحي لي. ماريا قالت ماشي مشكل، هزات راسها انت. هو قال واو صدفه زوينه هادي، انسه ماريا ياك؟ ماريا قالت وانت ايمن ياك؟ ايمن قال تماما، ما توقعتكش غادي تعقلي على سميتي، تبارك الله عليك. ماريا ضحكات قالت شكرا. تحناو بجوج كيجمعوا في داكشي اللي كان تشتت وعاودوا وقفوا. ايمن قال كنتي غادا للدار؟ ماريا قالت ايمن قالت انا كنت غادي، سمحي لي نهز الشاصيات ديالك. ماريا قالت لا ماشي مشكل انا. ايمن دار شرع يديه وهزهم ليها، قال ما عنديش مشكل غير يلا. حشومه بنت زوينه بحالك تهزها الثقل كامل. ماريا حشمات تزنقات قالت شكرا بزاف. بقاو غاديين وايمن اللي كان كيجبد مواضيع وماريا كتجاوب معاه. مرة حتى هبطوا للباركينغ واتجهوا للسيارة ديال ماريا واستفوا كلشي في الكوفر. ماريا قالت شكرا بزاف حين تعاونتيني، اما كون راني باقا وحله تماك. ايمن قال ما عنديش مشكل، وخصوصا اننا دابا كنعتبروا اصدقاء ورا اللقاءات ديالنا المتكرره. ماريا ضحكات ضحكه صفرة. كنظن. ايمن قال اش بان لك في السيمانه الجايه نعرضك لواحد الغيستون تغدا مع بعضياتنا، وكنتمنى انك ما ترفضيش. السيد زربان دغيا دخلها. ماريا اللي حشمت منه حين تعاونها جوج تاع المرات قالت واخا علاش لا. ايمن بابتسامه جانبيه اوكي، حتى نصيفط لك الوقت والنهار بالضبط، خليت لك الراحه. ماريا قالت بسلامه. تمشى شويه لقدام، ركب السياره ديالو ديمارا مخلي ديك المخلوقه ما فاهمه والو. ماريا قالت هذا مالو، فين ما ندور نلقاه. ضحكات السيد شتو جوج تاع المرات ولا قال لك بغى يولي صديق بزاز. ايوا صافي ندوز معاه هاد الغديوه ونسرحوا شويه ونبلوكيه من بعد. ركبات السياره ديالها حتى هي متجهه للقصر. رجعوا للدار ديال الحكيمه اللي بداو كيوجدوا من بعد العراضه بالمناسبه ديال ورده وعماد. الدجاج والصفه هالموناضه والصالونات كاملين تهزو كيخملوا فيهم. وفاء اللي دايره الزاره والزيف ديال حياتك كيف ما العاده ديالها قالت واخا خالتي حكيمه راه ماشي بزاف باش خملنا قبل العيد، تي مالك عزيز عليك تماره. ورده قالت انا اللي عروسه زعما خاصني نكون في الحمام ولا الكوافوره، اش هاد المهزله كنعيشوها عمتي. حكيمه قالت غادي تسكتي ولا غنجي نشتف عليك. فاطمه قالت ودي على اللي باغا تزوج. وفاء قالت نو حبيبه، انا سيدي السلطان غادي يجيب لي الخدامه ما يخلينيش نحط يدي في الماء. حكيمه وفاطمه اللي حيدوا الصنادل ديالهم في نفس الوقت وشيروا على وفاء. وفاء اللي شافت القضيه فيها جوج ديال الصنادل بدات كتنقص وكتجراه يا مولاي عبد الله يا الوالي ها حنا جينا نزوروك. فاطمه قالت الله يعطيك المصح. حكيمه قالت ديرها قد راسك وباقا مازال كتبوسقي.
وردة قالت الله يهديكم أحبابي الله يهديكم. السيدة راه بزمانها. ياسمين قالت عروستي الحبيبة عمرهم عاودوا لك على العكايزات. وردة تلقاتها بضحكة أويلي يا خالتي راه حنا غير باسطين. ياسمين قالت ايوا ما نعرفش حكيم ملي كتشوف كوثر غير ساكتة. قالت بنيتي كوثر انتي ما عجبانيش هاد الايامات مالكي ما مولفاش ليك تبقاي ساكتة هكا. كوثر توترات قالت لا لا والو خالتي حكيمة غير وفاء من اللور نتو مالكم احبابي بعدوا من حب قلبي راها مريضه بقات كتاكل في الكيوي حتى ضرب ليها المعده غير ما بغاتش تقولها باش ما تخربقش الفرحه ديال ورده قالت راها غير مريضه مشيت انا جبتي هاد الدواء داكشي علاش جرات كوثر معاها يلا حب قلبي تنعسي حنا غادي نخملوا باش نهار المناسبه تاكلي الدجاج والسفه. حكيم ما قالت الله يجعلني نطيق. وفاء قالت مالكم شحال من مره كنطيح في الحاجة حتى كتضرني وما كنبقاش ناكلها سولوا ماما. فاطمة قالت هذه هي الصراحة. قالت كاينة اي والله يخليها فيكم قاعدة. حكيمة قالتي وصافي ما قلنا والو. جرات كوثر للجهة ديال الدروج. وفاء كدوي بشوية قالت شوفي خاصك تمشي عند الطبيبة باش نتأكدوا حيت بعض المرات كيكذب داك الزمر. كوثر قالت راه هادشي علاش راني بغيت نتسلت ما حد كلشي ملهي غنمشي نشوف وقولي لهم راها مشات غير تجيب شي حاجة من السوق وتجي. وفاء قالت صافي كوني هانيه عارفه شي طبيبه. كوثر نعسات ليا ورده البارح على واحد الطبيبه قريبه من هنا شي ساعه هكذا كنكون في الدار صافي. وفاء قالت صافي ان شاء الله انا غادي نخبي عليك حاولي تجي بكري. كوثر قالت صافي واخا. مشات وفاء دخلات وكوثر طلعت للفوق لبسات الجلابه في الازرق فاتح وجمعت الشعر ديالها ونزلت مع الخرجه تاع الدرب تلاقات مع عماد طلعها ونزلها فين غادا الشريفه. كوثر قالت غير هنايا دغيا غادي نجي مسخره الورده. عماد قال صافي راه ليا نجيب انا وسيري انت للدار. كوثر قالت لا داكشي لا راك عارف تاع البنات غادي نمشي انا. عماد قال وتي غير مال امك راه تقاصح. كوثر عجبها وهي تغوت. قال دابا انت غادي تمشي للحانوت وغادي تقول لي عطاني اولويز ويلي. عماد داشر قال سير الله ينعلك على ماركه. كوثر قالت يخ عليك كنس ومشات دغيا خرجت من الدرب للطاكسيات دغيا شداتو ونعسات ليه نيشان عند طبيب نسائي. وصلت خلصات طلعت نيشان للطبق ديالها بقات الدنيا خاويه. خدات رونديفو عند السكرتير وقالت ليها تخرج واحد السيده ودخل هي. جلسات كتسنى تا خرجت ديك السيده عيطوا عليها دخل مع الدخله كتلقى العيون ديالها مع ديك الطبيبه اللي شويه كبيره دايره الزيف بلبسه طبيه. الطبيبه قالت مرحبا تفضلي مدام. كوثر ابتسمت قالت شكرا. الطبيبه اللي كتشوف شي وراق جيتي على قبل الفحص ياك. كوثر قالت بغيت غير نتاكد. الطبيبه قالت وي مرحبا تقدري تنعسي فوق البايص. مشات تكات حتى عرات ليها كرشها دارت ليها كريم بدات كدوز ليها لاباراي على الكرش. كوثر بقات مراقبه غير الملامح ديالها اللي كانت تدقيق حتى بدات كتبتسم ليها. الطبيبه قالت ما شاء الله عليك. كوثر قالت كيفاش اش كاين. الطبيبه مدات ليها كلينيكس باش تمسح. قالت مسحي واجي نهضروا. خداتو من عندها مسحات ونزلات حويجاتها ومشات لعندها. كوثر قالت لي دكتوره. الطبيبه قالت تبارك الله الحمل ديالك مزيان كلشي بخير وانت راكي في الاسبوع الثاني ديالك. كوثر قالت بصح. الطبيبه قالت من خلال الفحص كيبان باللي كاين جوج ديال النقيطات صغيورين من المحتمل يكونوا توام. تبارك الله ولكن ما متاكدينش. المهم ان الجنين صحه جيده خاص غير نتيا تهتمي براسك وانا غادي نكتب لك شي فيتامينات باش تكوني ديما مصحصحه. كوثر قالت ان شاء الله دكتوره شكرا. الطبيبه قالت شوفي باين انه الحمل ديالك الاول اهتمي براسك وما تضغطيش على نفسك بزاف راه ما شاء الله عليك وعلى البيبي الصحه جيده عندكم. سمعتي هني راسك والجنين مورا اسبوع رجعي لعندي صافي باش نشوفوا الجنين حالو كيفاش عامل. كوثر قالت واخا دكتوره ان شاء الله خليت لك الراحه. خدات الورقه ديال الدواء ومشات. خرجت العقل ديالها حابس. بنت ليها واحد الجريده اللي مشات جلسات فيها خدات كلاص وهي جالسه كتاكل. تبنت ليها واحد البنت اللي باقا صغيره مع ولدها باقي صغير مديرها في البوسيط وغادا به هو كيفنكش وكيغني زويون ما شاء الله. بقات كتضحك وكتشوف فيه بلا ما تحس هي حطات يديها على كرشها وابتسمات. كوثر قالت ما نقدرش نقتل روح ما نقدرش نقتل روح هداها لي الله واخا ما كنتش انا متقبله ولكن ما نقدرش نقتلك. غادي نهربوا انا وياك صافي ملي تزاد نلقاو حل ان شاء الله. المهم دابا غادي نعتقك وغادي نعتق راسي. بقى شحال تما عاد شدات الطاكسي مشات للدار نيشان.
في جهة أخرى باركة في البيت ديالها وحدها مزلع بزاف ديال الملفات وكتقرا فيهم بدقة. تصون لها التليفون ديالها، شافت المتصل جاوبات، قالت الو فاتي. فاتي قالت الو حبي. زبيدة صافا. زبيدة قالت الحمد لله الزين وانتي. فاتي قالت كلشي بخير الحب يخليك ليلي. زبيدة قالت ايوا كاين ما نقضيو. فاتي قالت زبيدة اختي بصراحة بغيتك في واحد البريكول ضروري. زبيدة قالت اتينا بما لديك. فاتي قالت دابا واحد الدريه عزيزه عليا ياك، وبغات تخوي بغات تمشي للامارات بسبب واحد المشكل، وما كرهتكش حبي تسبقيها ليا، الله يحفظك ليا. زبيده قالت واخا صيفط ليا المعلومات ديالها. فاتي قالت واخا الزين ديالي، ها انا غادي نصيفط لك المعلومات ديالها كاملين، وباللي عافاك بالي ليا بها دابا غادي نصيفط لك الملف ديالها. زبيده قالت صافي كوني هانيه، غنسبقها هي الاولى. فاتي قالت الله يحفظك ليا شكرا بزاف. زبيده قالت هانيه يلا بسلامه تهلاي. فاتي قالت بيسو حبي. قطعات معاها ودخلت الواتساب كتسنى الميساج ديال المعلومات يوصلها، حتى كيطلع داك الاشعار وكتدخل لي كتفاجئ بلي كتبان ليها تصويره وسميه تاع كوثر. زبيده تقادات في الجلسه، ويلي اش هادشي، لا 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 ما يمكنش، علاش زعما غادي تبغي تهرب بلاتي. هبطات عينيها للسبب ديال الهروب حتى كتقرا الحمل، لا ما يمكنش. دارتها بنت الحرام هادي، باينه ما تكون غير مع اسد. اش نمشي نقولها ليه؟ لا 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 زبيدة ما تكونيش حمارة، خاصك تبالي بيه. زبيدة هي المسؤولة على التهريب ديال بنات الإمارات. فاتي كتدبر لهم على الكونطرا وكتواصل مع الناس وكتشاور على الخدمة مقابل مبلغ مالي، من بعد ما كتعرف المعلومات ديالهم كاملين، السبب ديال الهروب باش تعرف راسها مع من، وحتى واحد في الدرب ما عارف عليها هاد البلان، حيت فاتي هي اللي كتجيب ليها البنات، ومعروف عند كل شي بهاد الخدمة، حيت من كثرة المعرفة عندها في دول الخليج كيطلبوا بنات الخدمة وكذا. اما زبيدة هذيك مخبية وراها، حيت غير كتقاد الوراق تاع البنات وكتعرف عليهم وكدير لهم بلاصة، ومن سوء حظ كوثر ما كطيح غير فيها. كنت في الوسط ديال الشقة ديالها، كانت جالسة في الصالة وهي كتلعب التليفون ديالها بملل، حتى كيصوني ليها وسط يديها، غير قرات السمية ديال المتصل وهي تجاوب في البلاصة. تقادت في الجلسة. منى قالت مالك على هاد الفعايلة صاحبي؟ سعد قال بشويه مالنا ما نخافوش. منى قالت انت اللي ما نخافوش. سعد قال ماليش درت. منى قالت مالك غبرتي هاد السيمانه كامله، فاش سولت عليك في الشركه قالوا لي خديتي كونجي حيت مريض. سولت عليك كوثر ما كاينش، كنعيط عليك ما كتجاوبش. اش هاد الفعايل؟ واخا تكون خدام في المخابرات. سعد ضحك بشويه. هبطي نتناقشوا بالعقل. منى قالت غادي نهبط. سعد قال طلي من البالكون. مشات طلات ويبان ليها سعد واقف وكيلوح ليها بيديه، غير شافتو قطعات. لبسات الصندالة ديالها وخرجات هابطة في الدروج كتجري، توصلت قدامو وطارت عليه معنقاه. سعد تصدم تضعق، ما بقى عرف واش يعنقها ولا يخليها صراحة تلفاتو، ما جا فين يستوعب حتى بعداتو ضرباتو على كتفو. منى قالت حشومة عليك خليتيني مشوشة عليك. سعد قال وصافي انا معاك، طلعي لبسي حوايجك. منى قالت علاش؟ قال نخرجوا انا وياك ياك توحشتيني. منى قالت ياه والله حتى جيتي في الوقت المناسب، كنت غادي نسخف بالملل، يلا تسناني غادي نهبط دابا. سعد ضحك واخا. طلعت لاله منى باش تلبس حوايجها، جبدات الماريو كامل وبدات كتختار، هادي تنفع هادي الدار، حتى طاحت على واحد الكسيوه زرقاء. خلات الشعر ديالها مطلوق، دارت مكياج خفيف كيبرز الملامح ديالها. ولكن كما العاده حنا البنات واخا كنبغيو نلبسو غير السروال والتريكو كنتعطلو بالساعات، كيفاش ما نعرفش. منى اللي خلات سعد منشور اكثر من نص ساعه على كسوه. منى خرجت من الدار وهي فرحانه، قالت سمح لي الا تعطلت. سعد بقى كيشوف فيها، قالتي غير تعطلتي وسكتي، راه ساعه لا ربع الشريفه وانا واقف هنا كنتشمش. نسيه دابا الا بغينا نديو كلشي ريستون خاصني نعلمك السيمانه قبل. منى جراتو من يدو وصافي صافي ما تزيدش فيه. سعد تنهد، ولكن بالرجوله جاتك ناضيه. منى بصح شكرا. سعد قال ايوا صافي يلا، راه النهار كامل خديتيه، غير انتي وكسوتك. دازو هاد الايام وجا نهار ديال العراضه اللي كلشي كيتسناه وفرحان ومتحمس ليه، غير دارين بالنوايد الخبيثه والكوارث اللي غادي يجيو ورا هاد المناسبه البسيطه اللي بغاو يفرحوا بها ورده. جاو العيالات في الصباح ولبسوا الورده القفطان ديالها، والبنات اللي تكلفوا بها من جهه الماكياج والاكسسوارات. طلعت كتحمق، وفاش دخلت ورده للصالون بداو كيصليو على النبي وكيزغرسوا فرحانين بها بحال بنتهم. ايوا عطاوها الطعارج والبنادر والبنات اللي كانوا كيشطحوا. دوزو داك الصباح زوين بزاف، عامر بالنشاط والضحك والتقشاب. سعاد اللي فرحانه ببنتها
ياسمين اللي فرحانة بولدها، وحكيمة اللي فرحانة بولادها اللي تجمع الشمل ديالهم، وأخيرا حتى وصل الوقت ديال الغدا. وفاء اللي كانت واقفة في الكوزينة هي وكوثر كانوا كيقادو في التيسير باش فاش يبغيو يلقاوه واجد. ولالا كوثر اللي كتحط حاجة في الطبسيل وخمسة في فمها. كوثر قالت هاد الفريش شحال زين. وفاء قالت الزمر راه والله حتى غادي تخرجي علينا. كوثر قالت راه والله ما لخاطري، راه ما كرهتش ناكل هادشي كامل، راني غير على الشيطان. وفاء قالت اويلي كون ما نعلتي الشيطان كون راه كليتيني حتى انا. كوثر قالت بحال والو الزين، والريحه ديال هاد الدجاجنا اللي غادي تسطيني حتى هي ما غادي تحط هاد الغدا حتى غادي هنايا غادي نتسطى ليكم. حكيمه قالت نتوما اش كتقولوا تماك؟ يلا سربي وراه قربنا نحطوا الغدا، سيروا قادوا الخبز والكيسان. مشاو البنات قادوا الطبلات حط الغدا، دار عليها كلشي. وكوثر مع بقات هي الاخرى ومع لوحم بغات غير امتى تتبرك. ايوا من الزهر ديالها ما رضاتش البال، وبركات غير حتى الزبيده اللي ما ناوياش على خير من جهتها. الزبيده باش كانوا الكيسان محطوطين خاويين حطات فيهم واحد الدواء اللي كان مجهد بزاف على المراه الحامله لدرجه انه يقدر يطيح ليها الجنين، ولكن ما يعطي المفعول ديالو الا من بعد ساعات. غير كبوا المناضه زبيده بقات بشويه بشويه كتسخر في الكيسان حتى بدلاتهم، وكوثر بدات كتشرب من اللي فيه الدواء. دارت ديك الابتسامه اللي كتوصف الشر ديالها والحق ديالها عليها. هي حاقده وزادت حقدات النهار اللي جرى عليها اسد سبابها. نبقات بينها وبين راسها زبيده قالت يلا نوضي على سلامتك، باغا ديها كامله غادي تخليها كامله يا الموسخه. درتك في بالي والله لا طفرتيه. كلشي يكمل الماكله ديالو وجمعات الطابله وحطوا الصواني ديال اتاي الحلاوي، وبركو مره كيضحكوا مره كيلعبوا كينشطوا بالطعارج. تتعشات العشيه وكل واحد مشى لدارو عند ولادو، وكل واحد مشى لمولا دارو. حكيمة اللي دخلت سدات الباب من بعد ما سلمات على العيالات قالت واو على نهار شحال داز زوين. وردة قالت والله حتى أحسن نهار في حياتي، شكرا بزاف عمتي حكيمة. حكيمة قالت بصحتك بنيتي. إيوا باقي يا بنيتي العرس إن شاء الله، ويكون عماد ونفرحوا بكم كتر إن شاء الله. هما كيهضروا وهضرة كتجبد هضرة وكيضحكوا، كوثر مخشية في وفاء وكتبرد على كرشها من بعد ما بدات كتحس بالحريق. وفاء كتهضر مع اختها بشويه وهي مخلوعه. كوثر قالت ياك لاباس، ياك لاباس، كوثر ياك لاباس. كوثر قالت ما عرفتش اختي اش هادشي المشكل غادي وكيتجهد. وفاء قالت يلا يلا نقولوا ليهم خارجين ونعيط على السلطان يديك للسبيطار. حكيمه اللي جات لعندهم قالت بنتي كوثر ياك لاباس. وفاء قالت لا والو خالتي، غير ضراتها كرشها حين تخلطات وقيله، غادي نوض نتمشاو شويه باش يفوتها. يلا يلا اختي. كوثر يلا بغات تنوض وهي تكوانسه والحريق تزاد عليها. وفاء قالت اويلي كوثر مالكي؟ ورده كوثر ياك لاباس؟ ياسمين قالت اويلي البنت مالها؟ كوثر كتصوت اي كرشي 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 كتقطع. فاطمه عينيها خرجوا. كوثر بنتي مالكي؟ يلا للسبيطار. كوثر لا 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 انا بخير. صافي تقاد عليها الصبر بدات كتصوت كثر وكتبكي اي كرشي ولدي 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 عتقي لي وفاء عتقي لي يا ولدي. فاطمه تجمدات في بلاصتها كيفاش ولدك اش كتخربقي؟ وفاء توترات لا ماما كوثر بخير بخير غادي نمشيو غادي نخرجوا غنجيو. كوثر صافي تزاد معها الزايد بدات كتصوت على حرجتها سربي وسربي وراني كنتقطع كرشي ولدي ولدي ما بغيتوش يموت ما بغيتوش يموت. ورده قالت ما تخافوش هادشي اللي كتقول راه ما منه والو غير. حكيمه قالت سكتي قطعي الحس، من الاول كنت شاكه ولكن نعلت الشيطان. يا ربي اش هاد الابتلاء، دابا ماشي الوقت ديال هاد الهضره، خاصنا نعتقوا ليك داكشي اللي في كرشك وديك الساعه يكون كلام. فاطمه اللي كتبكي قالت عيطوا للرجال بعدا يجيو يديوها للسبيطار. ربي يا ربي كوثر بلغوات وكنتقطع ربي. سعاد قالت عيطوا لشي واحد اللي قريب، عيطوا البنت غادي تموت. وفاء قالت غادي نعيط للسلطان هو اللي غادي يفكنا، راه عمي علي ما جاوبش لا هو لا با اسماعيل. فاطمه قالت عيطي بنتي اجي عاونيني لبسوها دغيا لبسي لها جلابتها. حكيمه قالت واخا. مشات حكيمه تعاونها. وفاء عيطات للسلطان. وفاء كتبكي الو السلطان عتقنا عافاك. السلطان اللي كان جالس في الدار كيتسنى خوه باش يجي باش يطلعوا لعند الفي اي بي على قبل شي بلانات حتى وصلوا ابيل ديالها. غير سمع البكا ديالها تقد في الجلسه. السلطان قال وفاء اش كاين؟ وفاء قالت له اختي كتموت عافاك جي نديوها للسبيطار. السلطان وقف انا جاي. مشى التليفون في جيب ديالو السوارت تاع اللوطو خرج مع الخرجه كيتلاقى مع اسد نازل من اللوطو.
أسد طلعوا ونزلوا حتى فين قاصد. السلطان قال كوثر ما عرفت مالها. أسد خنزر كيفاش كوثر تاني فين هي؟ السلطان قال في الدار. ما عقلش على خوه، مشى كيجري بالعقل، طلع في الدروج حتى للدار ديال الحكيمه ودخل، غير شاف داك المنظر تكوانسه. كانوا لبسوا ليها الجلابه ديالها وغاديين باش ينزلوها من الدروج، حتى بدات كتغوت على حر من جهدها وبدات كتنزف الدم من تحتها. حكيمه قالت ويلي لا 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 البنت غادي تضيع. فاطمه سربي سربي نمشيو. فاطمه كتبكي وكتضرب البنت في وجهها. كوثر حلي عينيك، اش هادشي؟ كوثر اللي ما بقاتش مسكينه هنايا كاع، صافي فقدت الوعي ديالها بقوه النزيف اللي جاها. هزات فاطمه عينيها بان ليها اسد. قال اجي 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 اجي, أجي عاودنا ولدي. بلا ما تكمل الكلام ديالها مشات حنا هزها، نزل ديريكت للوطو كسيراني شال للسبيطار. وبين ما هما مرونين مع كوثر واسد كيغوت، والروينه اللي كانت طاريه قدام الدار ديال الحكيمه كانت هي دايزه من تماك حتى كتبان الشقله ولا هو تماك. غير طاحوا عينيها على كوثر، الدم اللي كان نازل منها والحاله اللي شات فيها. شافت اسد معاها بين فيه الاعصاب من بعيد. طاح ليها الماء في الركابي. زبيدة مع نفسها قالت ناري شترت ناري شترت. بدات كترجع باللور خطوه بخطوه حتى دارت وبدات كتجري بين الدروبه وهي كاع ما واعيه براسها. علاش كدير هكا؟ ولا فين غاده؟ غير غاده هاربه من حاجه اللي كيتهيئ ليها العقل ديالها، اللي تشوش ليها من ورا ما شافت كوثر في ديك الحاله. حتى في واحد اللحظه كترضخ بواحد الجسم مع داك الجهد والجرة اللي كانت كتجري، رجعت باللور حتى كانت غادي تطيح، ولكن كانت واحد اليد اللي عتقاتها في اخر لحظه ومنعتها من السقوط. حتى سمعت زبيده اختي غير بشويه مالكي، كل ما شديت الكره كيتمرمتي في الارض. زبيده نط بالزربه وهي غير كدور في عينيها ومراقبه جنابها، ولات موسوسه شدها من الكساف ديالها قادها في الوقفه. ايه يا زبيده راه كنهضر معاك مالكي في هاد الحاله، واش شي واحد تابعك كاش طاري؟ زبيده عاده وعات على راسها وشافت شكون اللي كيهضر معاها. قالت خويا قريقيبه عتقني. عافاك قريقيبه. قال علاش مالكي؟ زبيده قالت غادي نقفرها، غادي يقتلني. عافاك انت غير ديري من هنا الله يرحم لك الوالدين، خرجني من الدرب. عافاك. قريقيبه بقى كيشوف فيها وفي الحاله ديالها بقات تسيه. قال اجي تبعيني. هو جرها من يديها غادي بها وهي تبعاتو بلا ما تعاودها معاه. قصدو الدرب. قريقيبه بالضبط الدار ديالو قدام دارو. زبيده في الاول ما فهمت والو، حتى بان ليها كيديماري في اللوطو ديالو. قال قرقيبه طلعي دغيا. زبيده شافت على اليمين وعلى اليسار عاد طلعات، ركبات وراه هو ديمارة خارج من الدرب. ومن بعد مسافه ديال الطريق وقف بالموتور هبط منه. قرقيبه قال هبطي يلا. زبيده هبطت من الموتور، سبعات قرقيبه اللي سبقها هبطوا للجهه ديال البحر، قصوا فوق الرمله والهواء ديالو كان كيضرب فيهم. زبيده عاد رجعت فيها روح وتهدنات. زبيده قالت مزيان ملي جبتيني للبحر، الجو زوين. قرقيبه قال الجو زوين ولكن ما تنسايش علاش جينا لهنا. زبيده بدات كدور في عينيها. قرقيبه قال زبيده هضري قولي اش طاري. زبيده بدات كتبكي وعاودت ليه كلشي ملي شافت الملف ديال كوثر وعرفتها حامله، حتى دارت دوا في المناضه. قرقيبه بقى غير ساكت مصطوم، ما توقعش الامور وصل هاد الدرجه. واسد دخل في البلان من الفوق. قرقيبه مسح على راسو. شوفي ملي البلان دخل فيه اسد راه القضيه صعيبه، وانت راكي عارفاه اللعب معاه بشحال كيتقام. زبيدة قالت راني عارفة، ولكن راني كنت معمية ديك الساعة، ما كنتش عارفة راسي اش كندير. وملي شفت كوثر في ديك الحالة خفت غير يتزاد عليها الحال وتصدق ميتة ونمشي فيها. قرقيبة قال لا ما تقوليش هكا، ان شاء الله ما غيطرى ليها والو. زبيدة شافت فيه بعينيها اللي كيتلصقوا بالدموع. قالت ما غيطرى ليها والو ياك؟ ما غيطرى ليها والو. قرقيبة قال ولكن علاش انت كديري هادشي؟ على قبل واحد ما ديهاش فيك. زبيدة قالت حيت هو لا صافي والو غادي غير نصدق معاودة ليك القصة ديال حياتي وانا خاص غير اللي يجبدني. قرقيبة قال غير هضري. زبيدة شافتيه متأكد باغي تسمع. قرقيبة قال متأكد. زبيدة تنهدات وبدات كتعاود ليه وهي كترجع بالذاكرة ديالها للوراء. كانت عندها ديك 18 عام فاش مات. قالت بابا الله يرحمه، وكنت بكيت بزاف ما تقبلتهاش حيت كان عزيز عليا بزاف، هو اللي كان كيحن فيا حيت ماما كانت غير كتضربني وكتخلي الشقه ديال الدار كامل عليا على ظهري بحال الخدامه، وكانت كتنوض تصدع مع بابا بزاف وديما مضاربه معاه. عمرنا دوزنا شي نهار لي هاني بلا ما يتضاربوا. شحال من مره كتخلطني معاه حتى انا وكتضربني وكتبرد فيا الغدايد ديالها. فمن بعد الموت ديال بابا غير تسالات العده ديالها، صحيدات البيض تزوجات في البلاصه، ما احترمتني لا انا لا العائله ديال بابا. اصلا هي بحال تقول كانت غير كتسنى الوقت اللي تبدلوا فيه.
المهم تزوجات من واحد خونا شمكار، ما عرفت منين دبرات عليه حتى هو. كان ديما كيخرج كيسكر كيجي للدار كيحيح علينا، وكان ديما كيقصدني انا كيضربني، وماما عمرها ما دخلت ولا بعداتو عليا. وفين ما نجي نشكى ليها كتقول لي راه كيضربك حيت كتستاهلي، باينه درتي علاش. كنت كنقول ماشي مشكل، نصبر، راه ماما هاديك واخا داكشي كامل، وهداك ولد الحرام دابا يجي شي نهار اللي ربي غينتقم ليا منه. دازوا الأيام الأعوام حتى دازوا 5 سنين على ديك الحالة، حتى لديك الليلة المشؤومة. كان الصيف ديك الساعة، وبالطبع كان كلشي في داك الجو كان كينعس بحاجة خفيفة وكتبين. وكيف ما العادة دخل راجل ماما وجا لعندي البيت ديريكت، بدا كيضرب فيا وانا وسط نعاسي، ما فهمت والو. بقى كيضرب وانا صابره حتى تمادا وما بقاش حاس براسو، بدا كيقيس فيا كيحيد ليا حوايجي. انا ديك الساعه هبلت، بديت كنبكي كنترطا كنحاول نهرب منه، ولكن ما قدرتش. صافي طرا اللي طرا، تعدى عليا ولد الحرام، دمرني الله ياخد فيها الحق. دازت ديك الليله وجا الصباح، غير فقت فكرت اشطرا بحال تسطيت، بديت كنغوت كنضرب في راسي. لبست عليا شي حاجه وخرجت عند ماما، عاودت ليها كلشي وقلت لها بلي راه خاصها تجري عليه وتطلق ولا دير شي حاجه حيت راني بنتها في الاخر. ولكن ماما كانت صدماتني بزاف، وتماك فين انا اللي تبريت منها. قالت لي انتي كتكذبي، ما يمكنش يدير بحال هكاك، والا كان شي واحد خاصو يخرج من هاد الدار فراه انتي. انا في ديك اللحظه صافي بديت كنغوت وكنضرب، خرج كاع الاعصاب ديال 5 سنين كامل. راجل ماما فاش شافني هكاك شدني من شعري وخرجني للزنقه، بقينا مضاربين انا وياه، وكنا درنا الشوها في الدرب. حتى في واحد اللحظة كيجي وكيدخل وكيدافع عليا، وحيت هو أصلا كان محلف عليه، كان خاصو غير السبع عطاه السلخة ديال العصا وجرى عليه من الدرب وخرجوا منه وخلى ليا أنا الدار. عرفتي شكون اللي دار هادشي كامل؟ قرقيبة قال الأسد العمراني. زبيدة قالت هو اللي عتقني من داك العذاب، ومن تماك وانا كنبغيه ونقدر ندير كل شي باش نكون معاه. ولكن بدات كتبكي، عمرني نسمح لماما وداك الشلاهبي تاع راجلها الله ياخد فيهم الحق. في هاد النهار قرقيبة اللي بقات فيه هو يجرها لعندو وبدا كيهدن فيها. قال صافي زبيدة، كل شي فات، راه ذنوبك غادي يخرجوا فيهم في الدنيا قبل الآخرة. زبيدة قالت كنتمنى يا ربي. قرقيبة شاف فيها صافي بركة من البكا. اش بان ليك نمشيو ناكلو الببوش؟ راه بان ليا قبل ما نهبطوا للبحر. زبيده قلت ياه والله ما كرهتو. يلا ناضوا فوق الرمله وطلعوا للجهه ديال الشارع، بقاو كيتمشاو، تصلوا حدا مول الببوش وخداو جوج ديال الجبابن. زبيده قلت قرقيبه انت شنو سميتك؟ عمرني ما عرفتها. قرقيبه قال وراه حتى واحد ما عارفها من غير الوالد والوالده، شي دراري قلال قراو معايا. زبيده قالت ويلي ايوا قولها ليا انا. قرقيبه بقى كيشوف فيها وينطق يحيى. زبيدة قلت ياه سميتك زوينة عجباتني، علاش ما تقولها لحتى شي واحد؟ قرقيبة قال هكاك ما بغيتش شاف فيها. يا نسمعها في شي قنص نجي نقصتك نسلق حسك. انا فين قلتها لك؟ زبيدة قالت لا كون هاني يحيى وضحكات. قرقيبة اللي ما بغيناش وضحك. في جهة أخرى ومن بعد مسافة ديال الطريق وصلوه هزها بين يديه دخل بيها للسبيطار. كله تيتهز، كل شي كيلتفت وكيدور. جابوا الممرضات البايات هزوها داخلين بها الغرفة ديال الفحص وهو تابعهم. الممرضة قالت اسمح لي السي العمراني ما نقدروش ندخلوك، تسنى هنا. اسد قرب ربي وتوقع عليها شي لعبة الا حتى نحرق الشماسة ديال بوكم. هاد السبيطار سمعتيها؟ الممرضة اللي ضعقات جاو جاوبات غير براسها ودخلات. اما هو ولا كي الفتيله غادي جاي في داك الممر، حتى تلفت وبانوا ليه اللي كانوا جايين كاملين من غير سعاد، اللي بقات كطرف في الدار والسلطان وراهم. فاطمه اللي مشات شدات ليه في الدراع ديالو فين بنتي؟ ياك ما وقعت ليها شي حاجه؟ دوي ما تبقى ساكت راني كنتحرق دوي. مشات وفاء جراسها من يديها كتهدن فيها. اسد قال دخلوها للفحص يخرجوا تسمعوا على ودنيكم. دازو ثواني دقائق وصلت الساعه ومع الأحر من الجمر، حتى خرجت واحد الطبيبة كتحيد في الليقات من يديها، غير شافوها تكبوا عليها كاملين. الطبيبة قالت حم فين هو راجلها؟ كلشي بدا كيشوف في بعضياتهم. فاطمة قالت بنتي ما مزوجاش دكتورة. الطبيبة فهمت الموضوع قالت حم المريضة جاتها إيموغاجي بسبب شي أدوية مضاعفة وما خاصش المرأة الحامل تشربه، وللأسف الجنين طاح وما قدرناش نعتقوه. كلشي تصدم ما فهموا والو. فاطمة قالت درسها بنت الحرام. أسد تضحك بعدهم وتقابل مع الطبيبة كيفاش حاملة. الطبيبة قالت الأنسة كانت حاملة في الأوائل ديال الشهر ديالها الأول، على ما في خباركمش. أسد تعصب شنق عليها هو سطحها مع الحيض واش كتخوري عليا؟
من الصباح كيفاش حاملة والجنين طاح، مريضة تخلعات ولات باقا غير سلاكة. حيد يديك اسيدي، خلي الاحترام. السلطة اللي شاف الموضوع غادي يكبر، مشى جرو عليها وشاف الطبيبة. سمحي لينا داباش المعمول. الطبيبة قالت دابا الجنين طاح وحبسنا النزيف. ملي تفيق تقدر تكون ردة الفعل ديالها عنيفة، ولكن حاولوا توصلوا لها الفكرة غير بالتراضي. بغيت من ولي الأمر ديالها يجي لعندي المكتب والله يشافيها. مشات مخليه الروينة موراها، كلشي تخلط عليهم. فاطمة غير كتويل، حاكمة أكثر منها ياسمين اللي مصدومة. أما وردة هذيك راه في خبارها تكمشات. أسد اللي ولا باغي يبخ الدم، حتى دور عينيه ليها اللي كتشوف فيه بحقد. وقفات قدامو تهزات، تتسمع ديك السقلة في الصالة كاملة. وفاء الدموع ديالها في عينيها، كلشي بسببك الشماتة. داير راسك ما في خبارك والو. علاش كون اللي اغتصبها ملي خطفها؟ شكون من غيرك عذبتيها وخليتيها كتعذب باش انت تفرغ الشهوة ديالك؟ تفو عليك يا الشماتة يا عفة الرجال. ما حسات تشنق عليها وخبطها مع الحيط. كلشي بدا كيغوت، والسلطان اللي ما تحملش مشى ليه نيشان، عطاه كروشي للجنب ديالو طلقها. السلطان قال تعلم تجمع يديك، الزمر هادي راه المدام. اسد خنزر فيه، تجمع فمها ولا نجمع امها. فاطمه قالت له الله ينزل عليك النعله، مكرفص ليا على بنتي يا ولد الحرام. هادو راه ماشي الفعيل ديال الرجال، حرام عليك. كاع اش دارت ليك؟ هي حتى ترزيها في شبابها، عمرنا نسمحوا ليك. كيما عذبتيها انا بغيتك تبقى معذب طول حياتك حتى ربي يقبض روحك. جراتها لعندها حكيمة كتهدن فيها وهي كتشوف فيه. عمرك كنتي هكا؟ فين عمرك تعديتي على بنات الناس؟ اش دارت ليك؟ ها ما قداتكش الزبيدة؟ ولا بغيتي الجديد؟ سي الله ينعلك. صافي كيف ما رزيتيها الله يرزيك في اللي عزيز عليك. أسد صافي صعر، ما حيلتو الصدمة تاع راها كانت حاملة منه ولا كيفاش. سبوه هما، مشى نيشان لداك الزاج تاع السرجم، خشى فيه يديه حتى غوت كل شيء. أسد بالغوات، أنا اللي تعديت عليها، أنا اللي نتحمل المسؤولية. حتى واحد هنا ما خاصو يتكلم، حيت أنا المسؤول الأول عليها. هي تاع هذا اللي قدامكم سلطان. قال سير بدل الساعة بأخرى حسن ليك ولينا. أسد خنزر فيه وضرب الكراسة حتى تزلعوا في الأرض وخرج. غير مشى طاحت فاطمة كتبكي في الأرض على زهر بنتها وكيفاش غادي تفكها، وكتفكر في محمد. عارفة صعيب في هاد الأمور. واحد مرة كان شافها غير مع واحد الدري بصدفة، جابها للدار بقى عليها بالعصا، وفاطمة هي اللي حبسته عليها بالبكا وحبسها في البيت ديالها السيمانة. فاطمة قالت كيفاش غادي نشرح لباها يا ربي الحبيب، وبدات كتبكي. حكيمة قالت عجل الشيطان، دابا وقعات الواقعة خاصنا الحل. فاطمة قالت اش من حل؟ راه رزاها، رزاها يا اختي حكيمة رزاها. شافت السلطان ناط لعندو. فاطمة قالت ولدي الله يرضي عليك، انت مول العقل، علاش دار خوك هكا؟ ولدي علاش؟ واش ما عندوش اختو ولا مو؟ السلطان اللي بقات فيه جرها لعندو معنقها وشاف وفاء كيحاول يهدنها بعينيه. دابا تفرج. فاطمة اللي بصوت بهكي امين يا ربي امين. داز داك الليله كيف الجحيم عليهم، بقات في السبيطار ليله كامله. اما كوثر حولوها لغرفه عاديه وهي الوجه ديالها شاحب، الحاله ديالها حاله. اصبحنا واصبح الملك لله. في السبيطار باقين، شي غادي شي جاي، كل شي باقي مقصح من الموضوع. وفاطمه اللي بقات فيها بنتها في غرفه بيضاء، الصوت ديال الدقات ديال القلب فيها غالب، والريحه ديال الادويه في داك الباياص اللي توسطوا ديك الانثى اللي لعب عليها الزمان وعلمها بزاف. الوجه ديالها شاحب، الشفايف ديالها بيضين، بدات كتحل في دوك العوينات اللي دابلين بالعيا. بقات كتحاول توضحات ليها الرؤيه. بقات مقابله السقف، تسمعات الباب اللي تحل، نزلات راسها تشوف حتى ضربها الضو في كرشها. كوثر بألم كرشي. كانوا يلا خرجوا من عندها. حكيمة قالت شوفي في العشية غنجيب ليا معاك ما تاكلي. فاطمة بتسمات بشحوب، الله يكثر خيرك اختي، شكرا بزاف، عذبناك معانا. حكيمة قالت ما تقوليش هكا، راكي وليتي منا وفينا. فاطمة قالت ربي يخليك. شافت السلطان اللي ما خلاهمش بقى معاهم، هو اللي جاب دوا الكوثر ويدور ويطلب السماحة لفاطمة. أولدي الله يرضي عليك، وصلهم للدار أنا نبقى معاها. السلطان قال واخا، أنا برا تكملوا خرجوا. ومشى. مشات حكيمة والبنات اللي بقات غير فاطمة. ومع ديك الحلة تاع الباب حتى بنت ليها بنتها كتحاول تشوف شكون اللي حل الباب. فاطمة اللي مشات عندها دغيا قالت لها بنيتي بقاي هكا، راه باقي ما براش ليك. كوثر غير شافت تمها الدموع ديالها نزلوا ليها. قلت ماما ما تقوليش ليا ترزيت في ولدي. فاطمة مهانوش عليها الدموع ديال بنتها، واخا باغا تعرف وتفهم
ولكن ماشي وقتو عنقاتها عندها وهي كتضرب ليها على راسها. قلت قدر الله ما شاء فعل. ربي ما كانش مكتب لي هاد الحياة وهاد الدنيا اللي حقار واللي هو مزيان وصبار ولا هو خايب. صافي بنيتي حتى تولي بخير ونشوفوا هذا الموضوع. صافي كوثر البكا بانهيار وكضرب في يديها مع القنص ديال السرير. انا السبب، ما كانش عليا نمشي لذاك الدرب ولا نعارضوا الكلام ديالكم. انا السبب، انا الكبيره، انا اللي خاص نفهم ونفهم اختي وندير ليها عقلها. انا فاطمه اللي تخلعات عليها الدموع ديالها سالو دغيا وركات على ديك الزر تاع الطوارئ دغيا. جا الممرضات شدوها باش ما تضربش راسها. وفاطمه اللي كتبكي وكتقول لهم بشويه عليها. كوثر كتنطر كتبكي، العقل ديالها صافي ما بقاش معاها. تقوليها ابره وبقات واحد شويه بشويه كتهدن وكلمه وحده اللي في فمها ولدي مشى. ولكن ربي عالم، بقات هكاك تغيبات. ممرضه قالت ما تبقاوش تضغطوا عليها. وفي هاد الحاله بالضبط صعيب شويه، حاولوا تواسيوها. فاطمه الدموع في عينيها ان شاء الله بنتي. خرجوا الممرضات وفاطمه جلسات حدا بنتها كتلمس ليها على الشعر ديالها. نخليو هاد العائله اللي كتحاول تنسى وتصبر كل طرف منها ومشيو لمكان بعيد على الأراضي المغربية بالضبط في دولة روسيا. في واحد المبنى ضخم، في واحد من الغرف ديال الاجتماعات، كان جالس مترأس الطاولة حط قدامو الفردي ديالو كارت زرقاء نطق بكل برود: في اي بي. بغيت السلعة تاع البرازيل توصل لهنا، ما بقى عندنا ما نديرو في المغرب. نطق واحد من دوك الرجال: ولكن السي في اي بي انت راك عارف شكون حاكم المغرب وحتى الرؤساء الكبار كيتعاملوا معاهم، ما نقدروش نديرو شرع يدينا. في اي بي اللي ضرب الطبلة بيديه: قلت ليكم السلعة توصل لهنا. ودوك الريوس الكبار انا اللي مقيدهم، فهمتوا؟ نطق واحد اخر: حنايا موافقين، ولكن باش تاكدتي بلي اسد ما غاديش يسرق الخبار. في اي بي اللي ضحك: عارف يديهم طويلة، ولكن انا عندي مع اللعب. شاف الكارد وعطاه الاشارة. حتى كاع لي كارت اللي تما جبدوا الاسلحة وركزوها على كاع الحاضرين. وقف الفي اي بي وبدا كيدور عليهم: عند بالكم ربحتوها؟ انا راه قبل ما توصل الدبانه كنعرف اش تحت راسها. حط يدي على الكتف ديال واحد من الرجال اللي كان الاسم ديالو غابرييل. قال: اليد ديال اليمين ديال الزعيم ديال المافيا الاسبانيا. الفي اي بي اللي قال: اخ يا غابرييل، هي ديرها قد راسك وتبدا تدور في دوك العينين. غابرييل اللي وقف قال: اش هاد الكلام؟ الفي اي بي اللي شاف الكارت وجا ليه نيشان الودن ديالو وجبد ليه واحد السماعه، ضحك وشاف فيه. الفي اي بي قال: كنظن بلي كلشي خدا ديك السماعه ونطق. قال: رومبو راه في الخصايل الصغار. لح السماعه وعفس عليها وشاف الكارت. صفيها ليه. غابرييل قال: لا والله حتى تندم، انا قلت. ما كملهاش تا جاتو قرطاسه في الجبهه، طاح حتى واحد ما تحرك. رجع لبلاصتو ونطق. الفي اي بي قال: نكملوا الاجتماع، شكون معارض؟ تا واحد ما نطق. مزيان، يلا فرتسكوا عليا. من بعد هذا الحوار نرجعوا للاراضي المغربيه، بالضبط في القصر ديال العمراني، في واحد الغرفه اللي متوسطها مكتب. كان جالس في الكرسي، العقل ديالو خدام. البارح داز عنده مكفس، ما دوا ما تكلم. طلع البيت ديالو شق قلبه كامل هو كيغوت وكيضرب. كملها بالسكره وجلس في الارض. العقل ديالو فيه فكره وحده: هو قبيح، قلبه حجره، ولكن هي عنده ماشي عاديه. وهذا الاحساس كيحاول ينفره وما قدرش. حتى قاطع التفكير ديالو الصوت ديال دقه الاسد قال: دخل. حليمه حلات الباب وشافت فيه وهي مخلوعه عليه. من بعد الصداع اللي كان وقع البارح في الليل، جا ما هضرش معاهم كاع. حتى سمعوا التهرات في البيت ديالو، حتى حد ما يقدر يقرب ليه. حليمه قالت: ولدي لاباس عليك؟ اسد مسح على الشعر ديالو وتقاد في الجلسه: نحمد الله. دخلي. حليمه جلسات: ولدي ياك ما مخبي شي حاجه؟ حالك البارح ما عجبنيش. اسد شاف مو ما كاين والو، الوالده نساي. حليمه قالت: عمرك خبيتي على ميمتك؟ قولي اش ضرك، الله يرضي عليك. اسد التفكير ديالو باقي مع داك الموضوع. شاف فيها ونطق: الوالده اليوم في الليل غادي نجيب واحد البنت للدار لهنا، تهلاي فيها حتى تولي بخير. حليمه قالت: مرحبا بها ولدي، ولكن شكون؟ اسد مسح على شعره: كانت حامله مني وانا ما عارفش، وقع عليها هيموغاجي وطاح البيبي. حليمه قالت: اويلي حرام عليك ولدي، رزيتي البنت، حرام هادشي، عمرنا ربيناك على هادشي. اسد قال: الوالده ما تزيديش على ما بيا، الله يرحم لك الوالدين. حليمه حطات يديها على فمها: ها هي ساكته حتى نشوفوا هاد الحريره ديالك اولد كرشي. من صغرك والكوارث ديالك شيبوني، اش نقول لباك؟ اسد خنزر: الوالده
ما كتخفى حتى شي لعبة. المهم وصل الخدامة تيوجدوا البيت. حليمة قالت واخا ولدي ولكن العائلة ديالها عندها. أسد قال من بعد الوالدة خاص نمشي. خرج بلا ما يسمع الجواب ديالها. حليمة قالت الله يا ربي الله، ها اللي كنت خايفة منه وكنقول عندك الله يفرجها يا ربي. هاد الدراري كلهم مشاكل. خرجت من المكتب ديالو ونزلات وصلت الخدامة باش تقاد البيت ودخلت الكوزينة. كتقاد الغدا بحكم مجد في الشركة وحتى السلطان ما شافتوش من البارح في الصباح. حتى قطع التفكير ديالها الصوت ديالها هي ماريا قالت خالتي زوينة انا خارجة اوكي. حليمة تنهدات سيرة بنتي ما تعطليش. ماريا قالت اوكي خالته ما بينش ليك السلطان بغيتو يوصلني. حليمة قالت بنتي هو دابا راه ما بقاش ديال راسو بعدي من الصداع. ماريا طلعت حاجب معليش قلت بان ليا ديك خيتي سحرات ليكم كلكم يخ ومشات. حليمة قالت سيري الله يهديك مالها هاد الدار كلشي فيها مخربة قويلي. خرجات هي ركبات في اللوطو حيت اليوم عندها موعد مع السي ايمن. بغات تعرف عليه وتعرف الكاركتر ديالو وإلا بعجبهاش غادي تنفر الزمر وغتجلس. هذه هي ماريا. حركات اللوطو حتى كتسمع الصوت ديال التليفون ديالها شافت الاسم ديالو جاوبات. ماريا قالت الو ايمن قال الو صافا عليك. ماريا قالت صافا الحمد لله. ايمن قال كي داز نهارك. المهم انا غادي نصيفط لك لوكاليزاسيون اوكي. ماريا قالت اوكي كنتسنى. ايمن قال واخا يلا بسلامه وقطع. شي ثواني وصلات دارت جي بي اس واتجهت لديك الكافي. بلاصه اللوطو نزلات بكل انوثه كانت لابسه جيب في الابيض مع قميشه كحله والطالون في نفس اللون. دخلات وهي كتقلب بعينيها عليه حتى لقاتو اتجهت لعندو. ماريا قالت هاي سوري وقيلا تعطلت عليك. ايمن قال مرحبا بك لا هانيه ماشي بزاف تفضلي. ماريا جلسات قالت شكرا. ايمن قال واش بغيتي تشربي. ماريا قالت بغيت غير كابوتشينو صافي. ايمن قال اوكي. عيط على السرباي عطاها شنو بغات. هو خدا قهوه طاليان بلا سكر. ايوا قال عاودي ليا شويه على حياتك. ماريا قالت انا ماريا 24 سنه كنت كنقرا في انجلترا ودابا رجعت للمغرب حيت عييت من الوحدانيه. ايمن قال هي الوحده خايبه بربي. هو والديك هنا ولا ليه؟ ماريا اللي سرطات القصة ديالها ماما الله يرحمها هي وبابا. أيمن قال اسمحي لي والله. ماريا قالت لا عادي الحمد لله على كل حال وانت. أيمن قال الاسم راكي عارفة يا أيمن عندي 31 عام ودابا عندي شركة تاع الطوموبيلات وكذا الحمد لله باقي مجموع مع العائلة. ماريا ابتسمت الله يخليهم ليك. أيمن قال آمين. احتاج السرباي حط الطلب ديالهم ومشى. ما يكذبوش داز سوقيته زوينه والاكثريه من ايمن كيعرف يتكلم وعنده الحلاوه ديال اللسان. ارتاحت ليه وبدلات النظرات ديالها عليه. جاها ولد الناس. ماريا ضحكات قالت بصح هذه كتوقع ليا بزاف والله. ايمن قال شتي ملي تكون عندك اختك في الدار كتعرف كل شيء على البنات. ماريا قالت وهي الصراحه شوقتيني نعرف هاد اختك كتبان عندها نفس الشخصيه ديالي. ايمن قال بطبيعه الحال ليا الشرف نديرو شي وقيته ونتلاقاو. ماريا اللي شافت الساعة أولا لا خاصني نرجع للدار دابا. أيمن قال واقيلا عطلتك. ماريا هزت الصاك ديالها وابتسمت لا والله فرحت بهاد الخرجة شكرا بزاف وناضت. أيمن وقف معاها ويلي مرحبا في أي وقت على هاد الضحكة نوليو ديما نخرجو. ماريا حشمات شكرا خليك دابا. أيمن قال أنا خرج معاك. خرج حليها الباب ديال اللوطو ديالها حتى طلعت. دارت ليه باي باي من الزاج كسيرات. غادا قهوة متبع اللوطو ودار يديه في الجيب ديالو وابتسم واحد الابتسامة جانبية واتجه تا هو اللوطو ديالو. في المستشفى عند فاطمة اللي جابت ليها حكيمة الغدا وبقات معاها في الغرفة. كوثر اللي عطاوها المسكنات مخلينها مرخية وناعسة. وصلت الساعة 11 ديال الليل ثقيل في السبيطار. في الغرفة تاع كوثر كانت ناعسة وفي الفوتوي جالسة فاطمة وحكيمة بغاو يبقاو معاها ويصيفطوا البنات للدار مع ياسمين. حكيمة قالت الله يا ربي وهاد الابتلاء. فاطمة قالت الحمد لله على كل حال ولكن ربي كبير حنا وليات ما لقينا غير داك الدري الجهد من غير ندعيو الله. حكيمة قالت الله يهدي ما خلق. فاطمة اللي تلفتات ملي سمعت الفتحة تاع الباب نطقات شكون حتى تم داخل غير شافوه ووقفوا بجوج في دقة. دخل وقف وسط الغرفة. فاطمة قالت جابك لهنا أسد جمعة خنزيرة جاي نصحح اش درت. فاطمة على انت عندك الكمارة باش تجي تصحح سير حنا ما محتاجينكش. أسد قال انا ما جايش نطلب انا جاي نطبق. مشى اتجه ليها هي حيد ليها السيروم وهي تشد ليه يديه. حكيمة قالت بعد من البنت. أسد قال خلي الاحترام بيناتنا بلا ما نخرج كلمة ديال العبرة كيف ما قام ميمتي.
فاطمة قالت وبعد منا رزيتيها، اش باغي مازال؟ اسد نطر يدو من الحكيمة وكمل اش كيدير. فاطمة قالت لا لا لا، انا نعيط للبوليس، انت راك ما كتردعش. هزات التليفون حتى كيبان ليها دار، هي دار يد تحت الفخذ ديالها والاخرى ورا الظهر ديالها وهزها خارج بها. فاطمة بلغوات حط البنت، حط البنت الحرامي، حط لي يا بنتي. اسد اللي التفت لعندها، اللي الا كنتي باغا بنتك تبعيها كمل طريقه. فاطمه قالت اويلي غادي يرزيني في بنتي. حكيمه عيطت السلطان يجي. حكيمه ولات كتفتف نعيط. اتصلوا بالسلطان اللي ملي سمع الخبر تصدم، مشى نيشان للدار عند وفاء، هزها معاه ومشى قاصد السبيطار. وفاء اللي كتجري عند امها فين داها ماما فين؟ فاطمه قالت الحرامي داها وما عرفتين. حتى تسمع صوت التليفون تاع السلطان كيصوني. شوف المتصل جاوب اش هاد اللعبه صاحبي. اسد قال انا في القصر، الا بغات بنتها تبعها. سلطان شاف فاطمه بربي حتى كتخربق، وانت اللي غادي وكتخربق قطع عليه. فاطمه قالت شنو يا بنتي؟ السلطان قال ما تخافيش راه كاينه في الدار عند الوالده. فاطمه قالت دينا ولدي انا مزوقه فيك. السلطان قال مرحبا زيدي يلا. يوم مشاو ركبوا في اللوطو متوجهين للقصر، كلهم مسافه ديال الطريق وصلوا. تحل الباب تاع الحديد وزادت واحد المسافة، دار على النافورة ووقف اللوطو. السلطان قال وصلنا. نزل كل شيء، التفت هو لقى اللوطو ديال باه وخوه اللي كاينين تما يعني كاين. وفاء قلت ما غاديش ندخل. السلطان قال لا غير سيروا شويه وغادي نجي عندي شي خدمه. وفاء قلت واخا سير. مشات فاطمه كتجري برجليها حتى وصلت للباب، دقات شويه وهو يتحل الباب، دخلت بلا ما تصنت الخدامه. فاطمه بلغوات فين الحرايمي؟ فين داليا بنتي كوثر؟ حليمه اللي في الصاله باقيه يلا شدات الصدمه ديالها تاع ان الموضوع بصح، وجاب البنت حتى كتسمع الغوات. ناضت الطافجه خرجت حتى كتبان ليها فاطمه كتغوت. حليمه قالت اش كاين هنا لالا؟ فاطمه اللي مشات لعندها والدموع ديالها في عينيها فين بنتي؟ فين بنتي يا اختي؟ انا مزوقه دوي مع ولدك يعطيني بنتي نمشي. حليمه اللي قطعت ليها في القلب ديالها حتى قطعهم الصوت ديالو وهو نازل في الدروج. اسد قال كوثر ولات على ضمانتي، يعني ما غاديش تخرج من هنا، فهموها هادي. فاطمه اللي مشات لعندو واش انت ماشي بنادم تعديتي عليها ومازال زايد فيه؟ بغا يتكلم حتى دوا ماجد قال لا البنت راها في الامان، ما عندك مناش تخافي. هو اللي دار هادشي، هو اللي يتحمل المسؤوليه ديالو كامله. فاطمه قال سيدي بنتي راه ضيعها، واللي وقع. دابا انا بغيتو غير يبعد منها. احسن بقات حليمه بصدمه، قالت بنتي وفاء اش كديري هنا؟ تلفتات فاطمه وشافت وفاء اللي سلمات على حليمه وعنقاتها. ماجد قال بنتي مالك ياك ما كاين باس؟ وفاء اللي شافت فاطمه ما وقع والو، هادي ماما واختي هي اللي، والدموع في عينيها وسكتات. حليمه ضاخت كيفاش؟ ما يمكنش. وهي تشوف عند اسد ياك ولد كرشي ياك، اش وصلك الخط مرات خوكا؟ اش وصلك ليها؟ هاد الناس ماشي تاع هادشي. ماجد دوي مالك ساكت؟ ما تقولش ليا كنتي عارف. ماجد شاف فيها وحول النظر تاعو الاسد. دوينا معاه وقلت ليه يبعد الا ما كانش باغيها، ولكن هو راسو قاصح. حليم مشات عند فاطمه وشدت ليها في يديها ويا حشمانه اختي اش غادي نقول لك؟ مسحيها فيا الله يرحم لك الوالدين. راه دخنا والله ملي وصلنا الخبر تفاجئنا. فاطمه اللي شافت فيها امراه ديال الجود وديال الكرم ماشي ديال هادشي. قلت اختي راه قلبي مشوي عليها، اختي راني كنتعذب، باهم غادي وكيصعاب والمشاكل كثاروا عليا، عييت اختي والله. حليمه اللي عنقاتها لعندها وكتشوف في اسد بعيته. اجي اختي جلسي اجي. وجابت الحكيمه اللي باقه قدام الباب، مشات لعندها وسلمات عليها قالت سمحي لي اختي ما شفتكش، لاباس عليك؟ حكيمه قالت الحمد لله على كل حال. ايوا دخلوا جلسوا في الصاله كلهم من غير اسد وماجد اللي طلعوا للمكتب الفوق كيحاولوا يفكوا هذا الموضوع. اما اسد الكلام ديالو هو كلامه، البنت غادي تبقى في الدار وبزز من كل شيء. ماجد اللي شاف راسو غادي يبقى كيطبخ هو يخرج من المكتب، مشى اتجاه الجناح ديالو باش يستراح. غدا عنده سفر الفرع الثاني تاع الشركه في ايطاليا. لتحت عند النساء اللي كانوا مجموعين في نفس الموضوع. حكيمه قال شوف اختي حليمه انت راه باينه فيك بنت الناس، ولكن داك الدرت اللي عندك راه ربي اللي قادر عليه. حليمه قالت عارفه صعيب كثر من خوه وراسو قاصح بزاف، ياك بغى يصلح اش دار؟ فخليكم معنا هنايا الدار داركم حتى نشوفوا هذا المشكل فين غادي يدينا. ايوا سمحوا لينا والله راه وجهي يزرق، ما بقيت قاده نهزو فيكم. فاطمه قالت شوفي اختي حليمه ما تقوليش هكا، قلبي مشوي على بنتي ولكن راه بغينا السلاكه بلا سطع.
حكيمة قالت غادي تحل هاد الشي كامل. حليمة اللي شافت فيها وابتسمات. بنتو ليا عيانين، غادي نقول للخدامة يقادوا لكم فين تنعسوا. فاطمة اللي قالت ربي يخليك اختي. حكيمة اللي قالت سمحوا لينا على هاد الشي. حليمة قالت نتوما اللي سمحوا لينا، حنا راه نساب دابا وراه ولدي سلطان مع بنتك وفاء، وان شاء الله كنا ناويين باش نجيو نخطبوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فاطمة اللي قالت مرحبا بكم في اي وقت. تقاد الامور ان شاء الله يوم نشوفوا. حتى قطعهم الصوت ديال الغوات من الفوق. فاطمه وقفات، هذا صوت بنتي 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 حكيمه. مشات كتجري في الدروج، تبعوها كلهم. حليمه اللي سبقات فاطمه باش تحل الباب، حتى تكبوا كلهم في البيت اللي فيه كوثر. كوثر اللي بدات كتحل في العيون ديالها بشويه بشويه، حتى وضحت ليها الشوفه. لقات بلي ماشي نفس السقف ديال السبيطار. تلفات وهي كتحاول تنوض، حتى خطف الشوفه ديال هذاك الشخص اللي كان جالس فوق الفوتوي. كان الكارو هو اللي مضوي عليه. ملي كيكمي بقات هي جامده في بلاصتها حتى نطقات. كوثر همس اش كدير هنا. هو اللي بقى حاضيها بعينيه حتى شافها كتفتح عينيها. اسد قال انتي في البلاصه اللي خاصك تكوني فيها، من هادي شحال حدايا بقربي. كوثر قالت رجعني منين جيت، انت راك مسطي فهمتي. اش باغي عندي، ما كفاكش دوزتي عليا. اسد وقف وتم مقرب ليها. حامله وانا اخر من يعرف آخر من يعرفها، دايراني بيضقة أنا. كوثر ضحكات شافت فيه. أنت راك مريض، معدي عليا مدوز وقت مع ديك القاع وكتحاسب علاش ما قلت لك والو. أنت ما تستاهلش كلمة بابا. أسد خنزر فيها. بربي حتى خاص نهرس لمك داك الفم، جيتيني مريضة. كوثر قلت على أنت كتعرف اللي مريض من اللي ما مريضش. يا الشماتة يعفت الرجال. ما حساتش بيه، غير موقفها من الخصر ديالها اللي عنده. اسد قال غادي نهرس لمك فمك سمعتيها. كوثر قربت لوجهه. ما عجبتكش عفيت الرجال ياك؟ ولا الشماتة. وركات على كل حرف، تسمع ديك الصرخة اللي زعزعات البيت، حيت ورك ليها على الخصر ديالها. اسد نكرز على السنان ديالو، جمعي فمك. نطر منها حتى طاحت على الجنب ديال ناموسية. مع ديك الحلة ديال الباب التفت بانوا ليه. هو يقبح الوجه ديالو تم غادي للباب، شافوه خواو ليه الباب. فاطمه اللي مشات لعند بنتها كتجري عنقاتها وكتهدن فيها. صافي بنيتي صافي. كوثر اللي نطرات منها وشافتيهم فين حنا. حليمه اللي قربت ليها وبست ليها راسها. بنتي انا ماما اسد. كوثر اللي شافتيها وباينه فيها مرا ظريفه قالت متشرفين. دارت لعند امها قالت اش كنديروا هنا. فاطمه قالت غادي نبقاو هنا حتى ترجعي صحتك. كوثر قالت لا غادي نرجعوا للدار، ما بغيتش نبقى نشوف وجه داك خونا. فاطمه قالت راه مصلحتك خاصك تبقاي باش ما ترزايش كتر من هكا. باك الا ساق الخبر غيذبحك، راكي عارفه في هاد المواضيع. شوفي غير من اخر مره اش دار. كوثر اللي بقات كتشوف حتى جمعوا الدموع ديالها وخشات الوجه ديالها في يديها. عييت انا عييت من هاد الشيء. كل واحد كيجبد من شيه. انا عييت والله ما حيلتي لحالتي ولا البابا اللي ما عرفش اش مضوخو، ولا الولدي اللي مشى عند الله. ما كنتش بغيتو يموت، كنت بغيت نربيه ونهرب انا وياه. حيدات يديها من الوجه ديالها وشافت فيهم. عييت بزاف، حسوا بيا قلبي طايب بزاف. عييت نصبر ونصبر ونصبر. فاطمه اللي عنقاتها لعندها. صافي بنيتي، راك تحرقي ليا قلبي. صافي صافي تنفسي يا بنيتي، ربي يفاجيها. هذا غير ابتلاء من عند مولانا. حليمه قلتها بنتي غير ابتلاء. شوفي اختي فاطمه، باتي انتي معاها وخلي وفاء واختي حكيمه يباتوا في البيت تاني. فاطمه قالت واخا اختي وشكرا بزاف ليك. حليمة ابتسمت ماشي بيناتنا. ايوا مشاو للبيت الثاني، دخلوا باش ينعسوا. ضربات ديك 3 ديال الصباح، حلات عويناتها تلفتات، لقات امها حداها. تسلتات دخلت الحمام، سدات الباب، تقابلات مع المرايه، هزات التريكو على كرشها وحطت يديها. كوثر ابتسمت ابتسامه خفيفه. الحمد لله ربي ما بغاكش تمشي مع خوك. فلاش باك نرجعوا شويه اللور. بالضبط نهار ديال السبيطار، في الغرفه ديال العمليات اللي كان بنادم غادي جاي فيها وهي كانت طايحه فوق داك الباياس، جلست بدون روح، كتحرق غير عينيها، فمها ثقيل عليها. كلشي كان دايز على الانظار ديالها حتى سمعات ديك الجمله اللي فاجاتها. الفرمليه قالت الحمد لله، واحد فقد الحياه الثاني باقي. الممرضه قالت عندها توأمه دكتوره. الدكتوره قالت عرفت خاص دابا غير تفيق من البنج وتصحصح. كوصل العيون ديالها دمعوا، فمها واخا ثقيل كلمه وحده اللي فيها بغيتو يبقى. الفرمليه سمعت الصوت ديالها ومشات حدا راسها، شافتها حل العيون ديالها. قالت دكتوره. المريضه حل عينيها. الدكتوره مشات لعندها. الحمد لله على سلامتك، ربي يفرحك في واحد واخا الثاني مشى مبروك.
كوثر بالصوت ديالها اللي ثقيل واللسان ديالها اللي ما هزاش. قلت ما تقوليها لحد عافاك. الدكتورة ما فهماتش، ولكن احترمت الرأي ديالها. ممكن نعرف علاش؟ هزات عينيها في الفرملية باش تمشي. كوثر بصوت اللي ثقيل: غادي يقتلوني يقتلوه عافاك. الدكتورة قالت: كوني هانية، ما غادي نقولها لحتى شي واحد. دابا ارتاحي على ما يخف البنج وغادي ينقلوك للغرفة ديالك. النهاية ديال الفلاش باك. رجعت للواقع ديالها، نزلات تريكو، وصلت الوجه ديالها وخرجت من الطواليط الفراش ديالها. نعسات فيه. داز داك الليلة بكل شي ليها. نقولوا داز 5 ايام اللي تبدلوا بزاف ديال الحوايج. اساد اللي من ديك الليله ما بقى بان في الدار، اما النساء تفاهموا مع بعض وحاولوا يحلوا هذا المشكل مع بعضياتهم بلا ما يخرجوا العيب. وهما اللي يرتاحوا الحليمه اللي جاتهم مراه فحله والظرافه. تبارك الله. كوثر اللي حاولوا باش يخرجوها من ديك الحاله وما تسطاتش ليهم او وقع لها شي مشكل اللي كبير. بقاو ديما معها وحداها وهما غافلين على التصرفات ديالها اللي مرة كترد ومرة كتشهى، ولا بعض المرات ما كتحملش الريحة. عند بالهم غير باقي فيها ديك الفشة ديال الحمالة، وهي دور وتفرنس وتقول: والله يا أسد حتى غادي نخرجها منك. أما وفاء اللي حتى هي كتواسي وكتصبر. وهذه جوج ديال المرات جاو عندهم وردة، سعاد، ياسمين، وحتى علي اللي ما فراسوش الحمل، في خبارو غير كسيدة وصافي. وحتى من عماد واسماعيل اللي رجع للدار غير البارح بالليل. في الصالة كان كلشي مجمع على واحد البراد ديال اتاي والحلوى، مجمعين كيقشبوا كيحاولوا ينساو اللي وقع. نسيو كوثر اللي متكيه في واحد الستاري حداهم مغطيينها، وهما اللي قالوها كيضحكوا عليها. حكيمه قالت: الله يعطيك السر يا اختي حليمه على هاد الضحكه. ضحكات. حليمه قالت: الله يدومها وصافي. حتى كيتسمع الصونيت في الباب. حليمه قالت: خديجه حلي الباب. عافا بنتي. مشات حللت الباب وكل شيء بقى حاضي غير الدخله تاع الصاله باش يشوفوا شكون. حتى كيشوفوه داخل عاقد غباشته. فاطمه اللي وقفات مصطومه فاش شافته. محمد اللي دور عينيه: اش كديروا هنا؟ اش هاد الروينه؟ البنت دايره كسيده وانايا ما في خباري والو. فاطمه اللي سخرات الطابله ومشات تقابلات معاه: يلا طفات عليك الشمعة سي محمد، فين كنتي هاد الايام كامله؟ ولا كنتي مع ديك العوجه الرقبه؟ ها؟ محمد قال: الله يهديك يا هاد المراه. فاطمه قالت: محمد ما تزيدش تكذب. جيتي قول لي شكون هاديك وهني قلبي. محمد شاف فيها وحول الانظار ديالو للبنات بجوج. قال: حليمه راني ما خنتكش، هذيك راه كانت خوله بنت هشام صاحبي. فاطمه تصدمات هي والبنات: كيفاش خوله بنت هشام؟ اه، خنتي ثقتي فيك. يا قلت لك تفرق على ديك العائله، راه ما مزياناش. واش داك اللي عندهم؟ محمد قال: كانوا عارضين عليا. فاطمه: انا بغيت غير نعرف اش دار ليك هاد هشام والعائله ديالو، علاش حتى كتكرهيه؟ فاطمه اللي نزلت دمعه من عيونها: بغيتي تعرف؟ واخا داك صاحبك كان باغي يتعدى عليا. سي محمد خرج عينيه مصدوم. تصدمتي ياك؟ عقلتي نهار اللي تزوجنا وعرض علينا العشاء عنده في دارو، تما فين حاول يتحرش بيا. محمد قال: كيفاش؟ فاطمه قالت: ملي تفرسكات الرمانه تفرسك في مره فلاش باك. من بعد الزواج ديالها بمحمد عرض عليهم هشام العشاء بالمناسبه تاع الزواج ديالهم انهم تزوجوا. من وراها باسبوع مشاو عنده للدار ديالو يولباو الدعوه. كلشي كان مزيان، ضحكوا وكلاو كلشي كان مزيان. ولكن من دخلات هي ما خفاوش عليها النظرات ديال هشام ليها، ولكن كتحاول تسلف باللي غير كيشوف وصافي. ولكن دوك النظرات كانوا كيخبيو بزاف. طلبات الاذن، مشات للطواليت، اصلت يديها وقادات حويجاتها حتى تمت خارجه هو يبان ليها متكي على الحيط. هشام شافها مبتسم قرب ليها: اهلا الزين. فاطمه اللي شافتيه قالت: اسمح لي السي هشام خليني ندوز. هشام قال: حشومه نخليك تمشي هكذا. شدها من الخصر ديالها مقربها. فاطمه اللي تخلعات قالت: بعد مني الله يمسخك. حتى واخا نقولها لمحمد. هشام اللي حكمها وبغى يقرب يبوسها تحس بواحد الدقه في الحجر ديالو، عاد طلقها غوت وهي هربات. هشام قال: بنت الحرام دارتها. كمدها وتم راجع للصاله. فاطمه اللي غير وصلات بدات كتطلب محمد باش يمشيو. محمد ما فهم والو ولكن دار بكلامها، حيت بانت ليه ماشي على بعضها. حتى بان ليه هشام اللي جاي والانظار ديالو عليها. هشام قال: فين غاديين؟ باتوا معانا. محمد قال: لا صاحبي خاصنا نمشيو مره اخرى، خلينا ليك الراحه. هشام قال: الا بغيتو الدار داركم. سميره: يلا نوصلوا معاهم الباب. سميره هي مرات هشام قالت: يا مرحبا. نهايه ديال الفلاش باك. فاطمه كتبكي: خبيت وقلت ما نقولش، ولكن دابا صافي عييت. عرفتي دابا علاش ما كنحملش هاد العائله؟ السي محمد اللي تصدم والاعصاب بدا كياكل ليه في العقل ديالو.
جرها لعندهم عنقها صافي صافي شت. قسما بالله لا بقات فيه، بربي الكعبة. فاطمة قالت لا محمد صافي الموضوع تنسى، تنسى بعد من ديك العائلة وبعد ولدوا على بنتنا، والله حتى السلطان يديرها في عينه. محمد اللي يتنهد يكون خير يكون خير، وهو يهز عينيه في بناته اللي كان الدموع ديالهم غطاو الوجه ديالهم، حل يديه ليهم. ومشات وفاء كتجري لعندو عنقاتو وهو كيشوف كوثر اللي مقاتله مع المنطح تضحك. محمد قال انا نجي لعندك غير بقاي. بعاد عليه فاطمه ووفاء ومشى لعندها عنقها لعندو وبس ليها راسها. محمد قال كي بقيتي؟ كوثر قالت وحشتك بابا. محمد قالت انا. حكيمه اللي مسحت الدموع ديالها من هذا الموقف قالت الحمد لله اللي ربي فرجها وتفاجات القلوب. حليمه قالت الحمد لله على كل حال. تدخل السلطان على الجماعة غير شاف محمد ووفاء اللي كانت كتبكي مشى ديريكت لعندها. سلطان بخوف انفعال مالك كتبكي؟ اش واقع؟ دار لك شي حاجة؟ داروا لك شي العبادوي؟ وفاء قالت لا ما وقع والو. تهدنا السلطان طلق منها وشاف محمد اللي وقف وشاف السلطان. محمد قال فاطمة تعمل هاد الدار اللي نتوما فيها. فاطمة اللي مشات حتى حليمة تاع اختي حليمة الام ديال السلطان محمد سلم عليها. محمد بن يدي السلام اختي، اسمح لينا على هاد الروينه. حليمه قالت لا 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 مرحبا بكم والله الحمد لله تفاجات القلوب. محمد قال الحمد لله. شاف السلطان ونطق. السلطان تقدروا نهضروا؟ السلطان اللي مسح على وجهه مرحبا جي الجرده. هز محمد راسو تم خارج. كان باغي يتبعوه حتى شدته وفاء. وفاء قالت شوف إلا جبتي الزواج وتعصب غير اسكت صافي تنشوفوا حل. السلطان اللي ضحك قال بربي حتى يوافق اصلا حنا مزوجين غير نسيه اللي بغى الارضاء وصافي، وإلا ما بغاش نهرب انا وكحلة العيونه. وفاء حشمات قالت له سير سير الماسخ راه كيتسنى فيك. ابتسم وخرج. ايوا خرجوا للجرده وتقابلوا مع بعضياتهم. السلطان قال اش كاين السي محمد؟ السي محمد مسح على وجهه. اش غادي نقول لك؟ السلطان قال باقي ما بغيتيش تنعل الشيطان؟ هو كلشي قدام عينيك حتى من مرات قبلات بهاد الزواج. وانا دابا راه بغيت غير نعلمك باللي راه واخا تنطبق السما مع الارض عمرني ما غنتفارق مع وفاء، وداك الجهد اللي عندك بلا ما تضيعو في هاد الشيء. السي محمد قال عارف راسي غلطت بزاف وانا دابا غادي نخليها لك، ولكن سمعني مزيان كنقسم لك بالله وتقيسها ولا. سلطان قاطعو دار يدو على الكتف ديال السي محمد. نسيبي العزيز خاصك تعرف باللي داكشي اللي درت على قبل وفاء هاد المده كامله غادي تكون انت اللي باها وما درتيش عليها. سول غير مرتك تقول لك داكشي على شكون هاني. هو وفاء غادي نديرها في عينيا ونقدر نقتل اي واحد قاصها ولا اداها واخا تكون انت. السي محمد واخا جاتو الهضره قاصحه ولكن تقبلها حين طمناتو على بنته. السي محمد قال نعول عليك ولدي، ولكن هادشي تاع الزواج ديال تخبيه باقي ما داش ليا. خاصك ضروري تجي تخطبها وتعاودوا العقد ونديروا العرس وكل شي يكون هو هذاك. السلطان قال كون هاني. تعانقوا اعناق اللي كانوا رجولي ودخلوا للدار. للداخل هما كيهضروا عادي. في الداخل كل شي بارك في الصاله ومنشغل مع كوثر ووفاء اللي كانت كتهضر مع حليمه. تبان ليها باها والسلطان اللي داخلين كيهضروا بحال ما كانوش مقاتلين ما فهمت والو. وفاء قالت الله اكبر شي يهودي مات. حليمه قالت علاش لاباس؟ وفاء قالت شوفي ليا هادو خرجوا عديان دخلوا خوت. حليمه دارت شافتهم وهي تهضر مع فاطمه. فاطمه ايوا على سلامتك راجلك وراجل بنتك تفاهموا. فاطمه قالت شافتهم وهي تفرح الحمد لله واخيرا هداهم الله. كانوا ضاحكين تدخل عليهم اسد وكوثر غير شافته وهي جمعت الضحكه وتسكات دارت راسها ناعسه. اسد ما تسوق لحد مشى وقف ليها على راسها. اسد قال نوضي نهضروا. كوثر قالت ماما قول لي يبعد مني. فاطمه قالت الله يرحم لك الوالدين اللي ما بعد من هاد الساعه. اسد بورود انا كنهضر معاها هي. حليمه قالت الله يرضي عليك ولدي خليها راه فاش تبغي تهضر راه غادي. اسد قال الوالده خليك بعيده على هادشي، ها حتى شي واحد ما غيدخل بيني وبينها. ورده اللي كانت جالسه حدا حكيمه وهي كتهضر بشويه حدا ودنيها ديما هاد وجه النمس كيغوت علينا ما نخافوش. حكيمه قالت سكتي سكتي لي شي خلطنا في بلاصتها راه ما كاينش شي نمس قدك انتي. ورده قالت الظلم هذا والله حتى نقولها الحب عماد. كتعايروا فيا. حكيمه قالت غير قوليها ليه باش يلاه يخلطكم بجوج. ورده قالت وحتى هذا نظر. اسد بقى واقف حدا كوثر اللي ما عطاتو حتى شي جواب. ما بغيتيش تهضري ياك؟
ايوا انا اللي غادي نهضر امك بالزز بدون سابق انذار. هزها وتم غادي بها. كوثر بدات كتغوش: اش كدير؟ بعد مني، بعد مني، عطيني الاتساع. ماما، خالتي، خالتي، حكيمه، قولوا لي حطني، بعد مني. كلشي تصدم، ناضوا تابعينه باش يفكوا يحيدوها ليه. فاطمه قالت: اش كدير؟ حطها، حطي يا بنتي. حليمه قالت: اسد عيقتي بزاف، خرجتي على الحدود، اش هادشي اللي كدير فيه؟ وفاء قالت: حطي يا اختي دابا. دارت عند سلطان: سلطان قول لخوك يحط لي يا اختي، راه عيق بزاف. فاطمه رجعت شدات في السلطان: سلطان ولدي شد خوك، راه ما يمكنش نخلي معاه البنت مره اخرى بوحديتهم. السي محمد قال: اش هاد البساله؟ قول لي يحط البنت دابا ولا ما يعجبو حال. السلطان جمعوا ليه كاملين وداروا ليه العصابه، حيت كلهم ضربوا به وكيهضروا كاملين في دقه واحده. دوخوه، طلعوا ليه القرده للراس، الفحهم كاملين اتجاه لخوه اللي يلاه بدا كيطلع في الدروج. شدو من الكتف ديالو ولصقو مع الحيط وهضر معاه قاصح. قال: حط الدريه. اسد قال: طلق، دخل، طلق، دخل سوق مخك. سلطان غوت على حرجهدو: قلت لك حط الدريه الزمار، قويتي من شحال وانا صابر عليك، حطها دابا. اسد قال: سلطان خلينا خوت، جمع الضحك، ماشي تشوفني ساكت تبدا تعلى وتهز. سلطان مسح على وجهه، عنده الاحترام ديال الاخ واجب، ولكن هادشي اللي كيدير ما عندوش تفسير. دابا حطها ونتفاهموا اولد امي. اسد اللي بقى كيشوف هو عيني حمرين في الاخر حط كوثر اللي غير وصلوا رجليها الارض بغات تسلت، هو يوقفها السلطان. السلطان بصوت كيخوف: وقفي، وقفي انت هنا. كوثر ضعقات، قلت: ولكن انا سلطان دار لعندها وعيني باين فيهم الاعصاب، خليني محترمك اخت مرسي، ولا غادي ندخل فيك طول وعرض، فمكم بجوج لا انت لا هو. دار عند اسد: اش هادشي اللي كدير فيه؟ واش عند راسك بحال هكا كتحل المشاكل؟ لا الزمر، بحال هكا غير كتزيد تشعلها. اسد قال: واش بغيتيني ندير؟ السلطان قال: واش ما كتعرفش تهضر بالعقل؟ تعلم تتحكم في اعصابك. اسد بقى كيشوف فيه، هو يدور عند كوثر، شدها من يديها بغى يجرها. كوثر قالت: بعد مني خويا السلطان، هضر معاه. السلطان اللي شاف فيها: غير سيري معاه ما تخافيش. اما في جهه اخرى دخلوا للغيسطون وهما كيضحكوا وناشطين مع بعضياتهم، شتو بلاصه مناسبه طلبوا شنو بغاو. منى قالت: والله حتى كنت محتاجه شي خرجه بحال هكا. سعد قال لها: عرفتك غادي تكوني غملتي في داك الدار، وانا نقول مع راسي نمشي نشوف ديك المسكينه، غادي يكون جاها اكتئاب حاد. تضحك منى، ضحكات: والله حتى بحال لعلمك الله، اجي بعدا. سعد قال: مالك تاني؟ منى قالت له: ما قلتيش ليا فين كنتي غابره هاد السيمانه؟ سعد قال لها: مشيت زرت قبر الوالده والوالد الله يرحمهم. منى قالت: الله يرحمهم يا ربي. سعد قال: امين. منى قالت: اسمح لي ولكن واش خديتي السيمانه كامله على قبل باش تمشي تزورهم؟ سعد نهد: الوالده مدفونه هنايا في كازا، ولكن الوالد لا مدفون في المدينه اللي كنا ساكنين فيها. ومن عنده مشيت لعند واحد خالتي مرة كندير هكا وقيتها في العام وكنمشي لعندها. منى قالت: وانا نفهم. سعد قال: تماما. منى قالت: وعاود علمني مالك جيتي وغبرتي بحال هكاك؟ سعد قال: ايوا صافي، ما يبقاش فيك الحال، المره الجايه غادي نعلمك، انتي الاولى صافي. منى ابتسمات: صافي. سعد قال: ايوا انا غادي للطواليت دغيا قبل ما يحطوا الماكله، صبري عليا شويه. منى قالت: واخا ما تعطلش. هزات التليفون ديالها كتلف به الوقت من ما يرجع، حتى حسات بشي واحد اللي جلس قدامها. منى قالت: شتك دغيا جي. هزات حاجب تعجب حتى سمعت: السلام انسه صافا. منى قالت: عليكم السلام، باش نقدر نعاونك؟ مد يديه باش يسلم. قال: معاك يونس، نقدروا نتعارفوا؟ منى قالت: اسمح لي ولكن ما كنعرفكش، باش غادي نسلم عليك وما بغيتش نتعرف؟ تقدر تفضل بحالاتك الا كان ممكن. يونس قال: قبيحه مع راساتك. منى قالت: قبيحه وكنولي نضرب فاش كنتعصب؟ يلا دير فيك شويه ديال النفس الا عندك، يلا نوض تقعد من قدامي. يونس اللي ما رضاش وما حملش الهضره اللي قالت ليه، ناض من بلاصتو وتقابل معاها وشدها من المعصم ديال يديها وبدا كيجر فيها باش تنوض. يونس قال لها: تقدري تنوضي نهضر معاك؟ منى بدات كتنطر: بعد مني، فين كنعرفك باش تهضر معايا ولا نهضر معاك؟ كان مضارب معاها حتى حس بشي يد اللي تحطات على يدو. يونس اللي دار: مالناش كاين. سعد هو عينيه ولاو حمرين بالاعصاب: كاين ما يتقضى؟ يونس قال: انا والدريه ديالي وانت مالك؟ منى تصدمات: اويلي واش انت مريض؟ سعد خنزر فيه: ها الدريه ديالك؟ واخا بلاتي نشوف واحد الحاجه في وجهك. هو يهز يديه حتى لسما شكلها على شكل بونيه وهبط عليه الوجه. سعد غير شاف يونس طاح تكا عليه وبدا كيدخل ليه، الا حتى منى تخلعات وخافت ولا يمشي يقتلو ويوليو في شي مصيبه اخرى.
منى قالت سعد عافاك برك عليه، راه غادي تقتلو. سعد عافاك. سعد سمعها كيفاش كطلب فيه وهو يحبس، ناض من فوق وهز عينيه، بقى كلشي كيشوف فيه، ومنى اللي بقى ليها غير تسخف بالخلعه. شاف حتى عيا هو يجرها، خرج من الريسطو مخلي بنادم تما كيحاول يفيق يونس. عند اسد اللي جرها بين يديها وطلعها الجناح ديالو وسد وراه الباب بالساروت. كوثر قالت لا حلو. اسد قالت بتي. كوثر قالت اما غتحل داك القفل ولا ما عندي فاش غادي نهضر معاك. اسد مسح على الوجه ديالو وهو كيحاول يهدن في راسو وحل القفل ديال الباب. كوثر قالت هضر دابا شنو بغيتي تقول. اسد تنهد. قولي لي شنو كليتي حتى طاح لك الولد. كوثر بدات كترتب الافكار ديالها. ما عرفتش انا، راني ما كليت والو. انا اصلا ما كنتش ناويه نطيحو، واخا ما كنتش حاملاه، وما كنتش حامله انه منك، ولكن كنت ناويه نواجه كل شيء ونربيه. خفت من ربي. اسد اللي مسح الوجه ديالو. صافي، ملي انتي ما درتي والو يعني كليتي شي حاجه وانتي ما عارفاش. كوثر قالت كيفاش ما عرفتش. اسد قال ملي ديتك للسبيطار قالوا بلي شربتي شي دواء اللي ممنوع للحوامل، المفعول ديالو قوي. حاولي غير تفكري، قولي لي كلشي شنو كليتي، مع من كليتي، اي حاجه. كوثر كتحاول تفكر. ما عرفتش اسد، راني كليت داكشي اللي كلاو الناس. اسد قال بحالاش. كوثر قالت كليت فواكه، دجاج، السفه، شربت مناضه. اسد قال حدا من بركتي. كوثر قالت كنت بركه حدايا ياسمين من جهه، وقيله الزبيده من جهه الاخرى. اسد قال واش متاكده. كوثر قالت بلاتي متاكده، حيت واحد اللحظه طلبات مني باش نمد ليها الخبز، وفي ديك اللحظه هي فاش استوعبت راسي بركه حداها، وفاش تحطت السفه بدلات البلاصه. أسد عينيه بداو كيحماروا، تاني هو يدور وحل الباب خرج بلا ما يهضر، بلا هضره بلا كلام. كوثر مسحات على وجهها. والله لا سمحت لهاد الشي اللي دار فيا هاد الحاله. يا ربي راك عالم بما تخفي القلوب، خذ لي حقي من كل ظالم. تعذبت بزاف وربي يحفظ ليا هذا اللي في كرشي. يا ربي ما بغيتوش يضيع مني. كانوا باركين تحت في الصاله مخلوعين كيتسناو غير كوثر تغوت باش يطلعوا لعندها. فاطمه غدا جايه وما هانياش. الله وليدي الله وليدي السلطان علاش خليتيه يطلعها. السلطان قال كوني هانيه، راني كون ما عرفتوش تهدن كاع ما نخليه معاها. حليمه قالت كوني هانيه اختي فاطمه، راهم خوت وكيقراو بعضياتهم غير ثقي فيه. كانوا كيصبروا فاطمه حتى كيبان لهم اسد هابط من دروج بعجاجته خرج من الدار هو باين فيه معصب. ورده قالت اويلي هذا مالو. حكيمه قالت ما عرفت النمسا، وقيله كوثر سمعته المنقي خيارو ايوا خرج لا يدير ليها شي اعاقه دائمه. ورده قالت بحال والو خالتي. فاطمه قالت هذا مالو خرج معصب. وفين هي بنتي ما تسمعش ليها الحس، ناري دارها ولد الحرام. كوثر جات من اللور بشويه ماما ويلي. وفاء قالت هذا مالو خرج نافخ علينا. كوثر اللي تقابلات مع امها علاش خبيتو عليا. فاطمه اللي تلفتات شافت في محمد وهضرات اش خبيت. كوثر قالت بلي السبب ديال داكشي كان الدواء، شربته وما وافقنيش. فاطمه اللي خافت يسمعها محمد وجراتها من يديها غاده بها الكوزينه. سكتي واش بغات تجبدي المشاكل. كوثر لاصه وحله ليها. علاش قلتوا لي طاح ليك عادي، راه شي حد سبابي ماما، شي حد هو اللي قتل داك الروح ماما. فاطمه جراتها لعندها. ربي ما بغاهش بنتي، صافي سكتي ريحي دوك العينين الله يرضي عليك. اما هو خرج من القصر ركب اللوطو ديالو وكسيره بالجهد قاص الدرب، وبسبب ديك السرعه الجنونيه اللي كان غادي بها وصل في النص تاع الوقت. وقف السياره ديالو قدام دار وخرج قاصد الدار ديال زبيده. غير وقف قدامها هو يبدا كيرضخ وكيغوت، والجيران اللي كيطلوا وكيقولوا المسخوطه مشات فيها. اسد قال زبيده هبطي. كانت راجعه من الحانوت، وفاش قربات للدار ديالها كيبان ليها اسد محيح تماك وكيعيط بالسميه ديالها. غير شافته طاح ليها الماء في الركابي. دارت بغات تهرب، يلا عطاتو بالدار وهي تسمع السميه ديالها على فمو. اسد قال زبيده وقفي يا وقفي انتي مولات الفعله. اليوم ما غيجمعوا لك شراوط على يدي. زبيده اللي بدات كتغوت وعفطات وهي كتجري انا ما درت والو، بعد مني ما درت والو. بدات كتجري في الدروبه هربانه منه، هو غادي تبعها بالجهد ديالو. اليوم غادي يقتلها. قرقيبه اللي كان واقف قدام دارو كان كيتكيف، حتى كتبان ليه زبيده جايه كتجري حالتها حاله. قرقيبه قال زبيده مالكي. زبيده كتبكي. قرقيبه عافاك عتقني راه اسد باغي يقتلني. عاقبه شنو درت واقيلا. قرقيبه قال كيفاش علاش
علاش عرفتي شنو، اجي معايا اجي. جرها معاه للدار ديالو ودخل هو وياها مناسين دوك الاعين اللي كانوا عليهم. جالس كيفتخ في الجوان ديالو كيقاد الامور. من شحال ما عندوش مع قريقيبه باغي معاه غير السبه بسبب دوك المشاكل اللي كيوقعوا معاه. غير قشع اسد جاي جاعر هو يوقف. قال خويا اسد اش كدير هنا؟ اسد اللي جاعر خاص غير مع من؟ قال سطر. قلب عليا ولا بربي حتى غادي ندوز على خويا من الودن للودن. سطر قال بان لي صاحب دعوتك عشيري. باقي رقيبه راه دخل عنده الزبيده للدار. اسد طلعوا ونزلوا. اول مره ديرها مزيانه سطر. دوز لعند الدراري غادي نخلي لك شي سلعه. سطر قال ويلي الله يحن عليك اخويا اسد، والله الا راك ناضي. تم غادي مخلي اسد جاعر قاصد الباب ديال قريقيبه. اسد كيدق قريقيبه حل ولا غادي نحل على الشماته ديال بوك هاد الباب. اما هما عندهم الداخل هي ولات غير كتقاقي وكتبيض وكتقول لي ما تحلش وهو خايف على روحه. قرقيبه قال اش درتي يا الزمر من غير ديك الكارثه؟ زبيده قالت والله ما درت شي لعبه. دابا انا ندير وقيل عاقب لي انا السبب ديال ديك البرهوشه. قريقيبه قال ما درتيش، راه داك بوحدو مونتيف تاع القتيله. قلت لك بعدي من الدريه ديالو. واش تي مريضه الزمر؟ انت شتي اخر مره اش دار للسينتا؟ قطع عليها الشعر ديالها كامل واليوم غادي تغدى بامك. زبيده اللي شداتيه قريقيبه ها العار ما تخلينيش ما تخلينيش راه يدخل راه يقتلني. قريقيبه قال صافي سكتي غادي نلقى حل. دخلي انتي للكوزينه تخباي في شي قنت حدا الثلاجه راه ما تبانيش في داك القنت. زبيده بالفرحه باستو في راسو ومشات. جا هو المنقذ. قريقيبه قال الله يعطيني معاك غير الحبس وصافي. مشى للجهه ديال الباب حلو زعما راه يلاه فاق. قريقيبه قال خويا اسد اش حب الخاطر. اسد ما دواش معاه دفع ودخل الدار كيقلب. قال قريقيبه هي غتجبد ديك القا ولا بربي لا فكيتيها هنا وانت راك عارف اش كنسوا راني خايب وخاسر. قريقيبه قال شكون زعما على من كتقلب؟ الا كنتي كتقلب على كوثر بربي ما معاك من الاسم ما حس بواحد البنيه النيف نيشان شنق عليه. اسد مسعور سميتها ولد الحرام ما تجبدهاش على فمك. تشوفها كتنفس في شي درب ما تدوش منه. زبده فينها راه بربي وما تجبدها حتى غادي نخرج لك من صارنك ونتبعها لك. قريقيبه قالوا غير طلق مني يا صاحبي الله يحن عليك. اسد جاعر دوي ولا ندير شرع يديا؟ قريقيبه قال صافي غندوي غير سمحها طلق منه. قريقيبه قال راه ما كايناش وقلب الدار الا بغيتي. اسد طلع فيه حاجب بصح انت عارف تقلابي بربي ولقاها تنحش لمك الركابين انت وياها. مشى كيقلب ما خلى بيوتا ما خلى طواليت حتى من تحت الكنابي كيقلب حيت كاينه مسافه فين يقدر يتخشى فيها. واحد تسال قصد الكوزينه دور عينيه ودار السكان. السيد راه مطاور الريحه ديالها يقشعها في السما. شافو راه نطق. اسد باستهزاء كان عليك ترش بايكون الزمر راه نقلعها. مشى قاصد البلاكارات اللي لتحت قلبهم. ديك الخطفه اللي غيخطف عينيه بان ليه الخيال ديالها ورا الثلاجه. ضحك وشاف فيها قريقيبه اللي غادي يبول في سروالو. الاسد قصدها مالك كترعد اصاحبي كون دويتي ما كناش غادي نوصلوا لهاد المواصل. حتى مد يديه وجرها من الشعر ديالها حيت كانت عاطيه بالظهر. انا جبدتك كالقاب ربي اليوم بيا ولا بيك. وهو يعطيها واحد الصقله حتى الغوات ديالها شق الحيوط. زبيده قالت والله ما درت شي حاجه غير كذبوا عليك. اسد عينيه تعمى وصافي ما بقى كيقشع والو. هو يجبد الفرد مورا الظهر ديالو. انا اللي غادي نحرمك وغادي نوريك اللعب ورا ظهري بشحال كيطلع علقه ياك بلاصتك غير تحتي ياك. اش وصل امك ليها هي ولا داكشي اللي فكرتها؟ عارف ملي كنحط حاجه في راسي خاص كل شيء يقلب على ساحتها. سمعتي؟ حيت كاع بنادم عارف اسد ملي كيدير بزاف على قبل شي حد راه تقيسو في كل شيء الا هو. وشحال قلت لك بعدي من ساحتها راه ماشي هي اللي غادي تخرج فيك انا اللي غادي نخرج فمك براسها. زبيده كتشوف قريقيبه والله ما درت شي حاجه قول لي بعد مني اي. هو الشعر ديالها بين يديه حتى مشات الزغبه طير قرب من قريقيبه. قريقيبه قال الله يحفظك اخويا اسد طلق من المصيبه غادي تموت ليك في يديك. حلها معاها بالهضره. اسد دار العند وحسك ما نسمعوش في الدار. ساعتك راه جايه خرج من هنا يلا وضحك. قريقيبه قال الصاد. اسد زير على زبيده حتى غوتات قلت لمك خرج يلا
قريقيبة ما عاودهاش معاه، ودنيه فيهم غير الصوت ديال زبيدة اللي كتغوت عليه. أسد اللي جرها لعندو من الشعر ديالها قال ليه بنت القا اش وصلك ليها دوي. زبيدة قالت ما درت والو، راه بنت الحرام كتكذب، والله راه اكبر قا انا نقول لك اي. شدها دخليها الراس ديالها مع الحيط حتى زوكات، والجبهة ديالها حمارت بزاف. أسد بعصبية، هي ماشي بحالك، هي ما هزاتش رجليها لكاع للدرب بنت القا، هي ماشي بحالكم. زبيدة تعصبات، العيون ديالها دمعوا. اسكت اسكت، علاش كتدافع عليها؟ انا بغيت قبل منها، عطات كلشي كاع اللي كان كساب باش تبقى فرحان عمرك تقلق. علاش هي داير ليها كلمه القليل وانا لا؟ انا ديما واقفه معاك، علاش كدير هكا؟ كنت مستعده ندير اي حاجه وتقول لي ديما علاش؟ ها شنو اللي فيها ما فياش؟ اسد كرز على سنان ديالو بزاف عليك، هي بزاف بزاف على جنس حواء كامل. هي ماشي بحالك، سمعتيها؟ ماشي قا. النهار اللي شديتها انا هو الاول كان معاها، وهي باقا بنت، عمر شي ولد المراه ما قاسها، ولكن انت اللي جا كيقيسك. اش قربك ليها؟ كيفاش عرفتي راها حامله؟ دوي دوي وهي نفضها حتى تردخات مع الحيط. زبيده وعينيها فيهم الحقد. علاش درتها؟ اجي نقول لك. درتها حيت ما بغيتش تكون عندك منها شي حاجه، درتها حيت ما بغيتهاش تهز شي حاجه منك ولا تنسب ليك. هي ما كتبغيكش. نهار اللي عرفت راسها حامله كانت باغا تهرب لدبي، وانتيا ديك الساعه غتحماق. ولكن انا درت لعبتي. بغيت داكشي اللي فكرش هيموت وما يكونش على النسب ديالك. خاصك تفهم اسد، راه نقتل ونكون ليك. والله لا كنتي شي بنت المراه، والله قربات ليه وشداتيه. خاصك تكون تاعي انا صافي. هي ما تستهلكش، هي غير قاء وما تسواش. الا ما كانوش دايزين عليها من تما راه قايصينها وطلقاها من بلاصه اخرى. سمعت ديك السقله حتى قطعت الحس، طاحت على جهدها وصافي سحر. كيفاش قايصينها؟ نزل عندها وشدها من العنق ديالها كيقج فيها وشو حمر بالاعصاب، وهي كثر منه قاطع الحس وهي كتخنق تحته. قرقيبه اللي سمع السقيل تخلع، دخل غير شافها ولات زرقاء والفردي على راسها خاف ومشى لعندو. قرقيبه طلق منها صاحبي، طلق غادي تقتلها، طلق ما قادين على صطاع، واطلق هو ودنيه كيصفروا بالاعصاب، وهي تحته ولات زرقاء، عينيها كيتغمضوا. حتى وعى على راسو طلقها، صدحت كتكحب. مشى لعندها قرقيبه كيرش عليها الماء. السيده غيبات. اسد وقف وجمعها مع قرقيبه بواحد الركله حتى زواه. أسد قال بربي وما تقيلوا ساحتي حتى غنقتل منكم، وانت ولد القا باقي تدوي. سمعتي؟ باقي تدوي ولا تكذب؟ نحرق امك. سمعتيها؟ قرقيبه حرق غير راسو كيكحب من الجهد ديال الزويه، وزبيده اللي غير كتشوفو خايفه خبط داك الكرسي، خرج من الدار صاعر، قصد اللوطو واتجه للمكان اللي غادي ليه. اما عند منى وسعد اللي غير خرجوا من الغيسطو اللي خلاو فيه القرباله، خرج ونيشه اللوطو، حل الباب، دخلات ردخو وراها بلا ما يتكلمش الجهه الثانيه. ركب ورك على الروايد نيشه الوجه نتاعو، مادوه ما تكلم حتى من منى خلعها بقات ساكته تتسمع الفران الساك. دور الفولون الجنب ديال الطريق ووقف في اللوطو. سعد قال هبطي. نزل رضخ الباب. منى ما فهمت والو، نزلت تقابلات معاه. مالك اش كاين؟ سعد خنزر فيها وحط يدو على اللوطو وهي قدامه ومكالياها على اللوطو. ما وقع والو. اش بغى عندك داك ولد؟ منى قالت صافي، ياك ضربتيه وبردتي صافي. انا ما فهمش علاش كدير هكا. سعد تعصب رضخ يديه بجوج مع اللوطو، تقفزات مغمضه هي عينيها. ما بردش. شكون اللي قال ليك اليد اللي تحط عليك نقطع اصل ما انا؟ انتي ما خصكش تقاصي، سمعتي؟ منى حلت عينيها طرطقاهم فيه، صدمها القلب ديالها ولا كيضرب في 50. كيفاش؟ سعد مسح على الوجه ديالو وصاد. منى صافي سالا الجهد، انا ماشي برهوش تاع هاد التخلويض، انا بغيتك كنبغيك منى صافي. منى زادت صدمه على صدمه ما توقعتهاش. هو عمره ما بين ليها والو، غير شويه عيات هي تلمح ليه والو ما عبرهاش. قالت الصداقه ديالهم حسن، دمعوا عينيها وبدات كتبكي. سعد ما فهم والو. مالك؟ واش قلت شي عيب؟ منى شاتسي والدموع في عينيها. وعلاش تعطلتي باش تقولها؟ وانا اللي عند بالي غير كنخربق. حرام عليك. سعد جرها لعندو كيطبطب ليها على الظهر ديالها. دابا لاش البكا؟
بربي ما فهمت شي حاجة. منى قالت كتعجبني وكنبغيك. تنعيس مكمداها في قلبي وف أخيرا خرجات. سعد اللي بعد عليها. حلفي بربي. منى تعلات وباست من حنكو. والله كنبغيك. سعد قربها ليه. دخل معاها في قبلة اللي كتفسر الحب ديالهم اللي كان مخبي من البداية، ولكن في الاخر الشوق ديالهم والانتظار ديالهم لبعض سالا، وقرروا باش ياخدوا الخطوة كيف اللي قبل منهم. بعد عليها شاف ليها في عيونها. قال غادي نديرك في أولوياتي حتى نبني راسي كيف ما انتي تمناي. منى قالت انا نعيش معاك غير في داك الدرب والله مرتاحه. يا ربي غير بابا وماما يوافقوا، خاص يرجعوا للبلاد. سعد قال عندي طرقي باش نخليهم يوافقوا. ضحكات منى ونطقات. ياك ما باغي تدخل عليهم وطلق عليهم داك الديسك تاع الفلوس ها سعد اللي ضحك وقربها لعندو. لا لا لا، طريقه اخرى هذه الحب. منى حشمات وتخشات هي وهي كتضحك. بعد عليها قال يلا نوصلك للدار. بدا كيظلم الحال وخاصك تدخلي للدار لا يوصلوا خبارك لباك وداك عمك. منى قالت ماشي عمي، هو راه صاحب بابا، راه هو بابا اسد والسلطان. وناري شحال كتنسى. سعد خربق ليها الشعر ديالها. واخا يلا طلعي غير طلعي. ونخليو هاد العصافير اللي يلا غادي يبداو يتحابوا وتبدا الاحداث ديالهم مع بعضهم، ونرجعوا للقصر ديال العمراني اللي كان كلشي فيه مجموع، حتى من ورده وياسمين وحتى سعاد كاينين دايرين عراضه مجموعين فيها من غير سلطان ومجد اللي مشاو للشركه. داو معاهم محمد باش يتعرفوا ويتناقشوا على خاطرهم بعاد على النساء. حليمه قالت اي والله يرضي على بنيتي اللي ما عطيني داك المميز عافاك. وفاء قالت واخا خالتي هاكي. حكيمه قالت فراسكم واحد الحاجه العيالات. ورده اللي بدات عمتي تاني. اي سعاد قرصات سكتي الحريميه يسمعك الراجل يقلب عليك، راه جداتو عنده عزيزه. ورده قالت اي لا حب قلبي. لا ضحكوا كاملين. فاطمه قالت كملي كملي اختي حكيمه. حكيمه قالت ايوا على ما بان ليا والله اعلم باللي راجلك وراجل اختي حليمه تحت راسهم العجينه والله اعلم. فاطمه وحليمه اللي تخلعوا حطوا داكشي اللي في يديهم وقربوا ليهم بحكم الكوزينه كبيره. حكيمه قالت بسم الله عليكم راه غير الخير. اجي وفاء فين اختك؟ وفاء قالت الفوق ناعسه. حكيمه قالت مزيان. ايوا جماعه الخير واقيلا باغيين يجمعوا ما بين اسد وكوثر والله اعلم. فاطمه قالت يا والله لا خداها. وفاء ايوا كملها دابا صافي. ورده قالت غدا تجيب لك كرش تاني وفيها التوام. حكيمه قالت سكتوا سكتوا صليوا على النبي كلشي نطقوا. اللهم صل على الحبيب. حليمه قالت الا كتبوا لبعضهم انا موافقه، لا هما نساب وحدين ولا يجيب لي شي نساب مزومقين. السعاد اللي ضحكات الله يا اختي قشو بيا مع راسك حتى تسمع الصوت ديالها وراهم. ماريا قالت اش وقع هنا فاش هاد الريحه؟ حليمه قالت بنتي ماريا جيتي ريحه ديال الرفيسه هادي. علاش؟ ماريا غير شافت وفاء حدا حليمه وهي تجمعت خنزيره. فين ما تكون شي ريحه ديال الزبل تجيبيها طاطي. عطاتي حليمه هنا حليمه ما عجبهاش الحال. قلت مريا دوي بالادب الله يرضي عليك. مريا قلت ما كذبتش دغيا جبت السريكه ديالها ولصقوا في خويا اسد حمل بنتهم يخ على جراثيم. وفاء قالت اطون كيفاش وتمت قصدها. حكيمه دغيا زربات شداتها. ايوا عبر كلامك بنتي الا مشيت حتى خليتها وصلت لك تاكلك. مريا اللي شافت في حليمه ايوا شتي اللي قلت لك جاراتين اش كتسناين بنات الدرب الشعبي. وفاء قالت والله حتى قلبتي عليا اجي نوري لامك الجاراتين. ما عرفوش كيفاش طلقات من حكيمه وقصداتها عطاتها بواحد لمسه من الحنك الا حتى غوتات وهي جرها من الشعر ديالها وكلشي كيحاول يفك. وفاء بالغوات الا ديتو غزيت وداك نص راجل تاع اسد هو اللي دار الفعله وبزاف عليك باش نكونوا جاراتي يا المسخه. اوف عليك يلا طلقوا مني جروها عليها كلهم. اما ماريا ولات حمرا الشعر ديالها واقف بالنتيف. ماريا بدات كتبكي والله حتى نقولها للسلطان يا الحشره. مشات كتجري في الدروج طالعه. وفاء قالت قوليها ليه نيت ناري طلقوني عليها. فاطمه قالتي سكتي صافي. حكيمه شافت حليمه مرت ولدك راه حاره غير بعدو ديك البنيته هاد الايامات. حليمه اللي بقات غير كتشوف حشمات من داكشي اللي دارت ماريا من صور ديالها عارفاها كيعجبها السلطان وديما كتبغي تجمعهم ولكن ولدها راسو قاصح ما باغيش. قال لك العائله لا هي فاش تنست الموضوع وديما كتذكرها بلي راه السلطان راه ماشي مكتوب ليها
ولكن هي راسها قاصح وهي دابا خايفة حيت عارفة بنت ختها اش كتسوى. الا دارت شي حاجة في راسها توصل ليها. حليمة خلاتهم طلعت لعندها للبيت، دخلت لقاتها قدام المراية كتشوف واش وجه ديالها فيه شي جرحة. حليمة قالت مالك على داك التصرف؟ ماريا قالت انتي مالك عليه؟ طاتي انتي عارفاني انا مزيان، راه قاسية بزاف بزاف، وانتي راكي عارفة واللي غادي ينسيني هو ولدك، ولكن انتي دغيا وافقتي ملي شتيه جايب وحده غريبة. علاش؟ حليمة قالت ماريا سلطان ما كيبغيكش وعمرو بغاك، وانتي عارفة هادشي مزيان. حاولت نجمعكم هو ما بغاش، خاصك تنسايه صافي باح هو مشى لقى اللي عماتو وخدت قلبه. انتي عنده غير اخت، الله يرضي عليك فهميها كبيده، الكبيده ديالي. امك راها كتقاسي بسبب هاد الضغينه اللي كديرها بنتي. صافي خاصك تحبسي. واش ديما خاص انا ومجد اللي نفكوك؟ ماريا قالت مالي اش كندير؟ انا غير كنرجع اي حاجه كانت ديالي، ماشي عيب. حليمه قالت ماشي عيب، ولكن باش تضربي وتخسري بنات على قبل حاجه اللي كتبغي هذا راه ظلم. ماريا قالت ماشي ظلم، بابا اللي بدا هاد الشيء، نتوما ما شفتوش اش شفتوا الحاله اللي دار الماما. اما راني نطبق طريقته ونرجع داكشي ديالي، وكنت تلاقيني به ليام ندير ليه هكذاك ونرجع ليا ماما. حليمه دمعوا عينيها، خلعات بهاد التصرفات اللي كدير ومخبياهم على العالم. استغفري الله بنتي، راه هادشي اللي كديري عيب عيب عيب، بدلي راسك بنتي. عافاك ماريا تعصبات، خرجي عليا. عافاك ودوك الدموع سيري كبيهم عليها هي، اما انا اللي فراسي حضيو مني، والله حتى ندير فيها الاماره ونخلي السلطان يكرهها. حتى تسمعات ديك السقله في الارجاء. حليمه خافت وتعصبات، وياك ديريها راه يقتلك وياك تبتي الارض. هما بجوج ما سايقينش الخبار لداكشي اللي كديري برا. والله وتوقع شي حاجه حتى غنحط ليهم كل شيء ونسى بلي راني خالتك. صافي خرجت من الغرفه ودخلت الباب. ماريا بقى النظر ديالها مفيكسي. والله لا بقات فيكم كاملين واحد واحد، كيف ما نتوما ما حنيتوش في ماما وهي كانت كتاكل العصا، كيف ما انا غادي ما غنحن في حتى شي واحد فيهم. ماريا الوجه ديالها تاني بان وتكشف. صافي نزلت الطالون ديالها ودخلت للدوش نيشان. نزلت حليمه والخوف والاعصاب بين عينيها، تجه الانظار ديالها ليها هي اللي جالسه ومغوبشه. ابتسمت وجلست حداها. حليمه قالت من بنتي معصبه؟ وفاء قالت والو خالتي، ولكن صافي ان شاء الله غدا غادي نرجعوا لدارنا. السباب اللي مخلينا هنايا راه تحل، حتى النهار ديال الخطوبه مرحبا بكم عندنا. حليمه خرجت عينيها. ولا وها بنيتي لا، بقاو هي غير كتخرب حتى تسمع الصوت ديالو وراهم من الجهه ديال الباب ديال الدخله. ازاد مخزر ما كاين مشي من هاد الدار، واللي بغى يمشي الباب قدامه. وكنعرف انا حاجه وحده، ركز الانظار ديالو على فاطمه. كوثر غتبقى هنا. فاطمه قالت والله لا بقات تزيد تعطبها. اسد قال اللي عندي قلتو، ما عنديش انا مع الزياده ديال الهضره. تم طالع في الدروج قاصد بيتها فين حطوها اول مره. فاطمه قالت اختي حليمه ولدك راه مريض الله يشافيه، ديه رقيه. حليمه قالت لا واه اختي يهديك الله. سعاد قالت دابا غير سكتوا نشوفوا هاد الحريره فين غادي توصل، ونوضوا شوفوا رفيستكم فين وصلات. في ديك الغرفه اللي الستائر ديالها نازلين مظلمه مضويينها غير شويه تاع الضو من البالكون. كانت ناعسه وسط داك السرير، كانت مخمخه مع راساتها في خيضاتها اللي كانوا معزولين في داك السروال اللي كانت لابسه. اما واحد سيدي مولاي تيشورت ما بقى ليه والو يخرج ليها من العنق ديالها. هي معروف عليها من الصور ديالها النعاس ديالها مصيبه، الا كنتي مسخوطه تنفسي حداها كتركل كتشقلب وسط النعاس. الشعر ديالها مطلوق على المخده والدموع ديالها باقين واحلين ليها في عينيها. تسمع الصوت ديال السقطه اللي تحلات، هو اللي حلها. دخل سد الباب من وراها وعينيه عليها كي بحال شي ديب. نصل لافيس ديالو وقرب حداها، طلعها ونزلها وقرب لمستواها، زوليها شعر ديالها مع الوجه ديالها ونطق بصوت مدعدع. اسد قال العافيه العافيه، وكتجي حتى لعندي وتزندي كتزيدي تشعلي وتشعليني معاك، ولكن بربي حتى غادي تطفاي كيف الجمره وانا نطفى معاك. بعد عليها ما بغاش يفيقها، بغاها تفيق بوحديتها. دخل هو للبالكون جبد كارو شعلو وبدا كيكمي والف تخميمه عنده في الراس، حتى سمع الصوت ديال الفيبرور ديال التليفون. جبدو من الجيب ديالو لقاه تاع الخدمه، وغير شاف المتصل عقد غوباشته وجاوب. اسد قال كاين ما يتقضى؟ الفي اي بي قال بغيت السلعه تاع روسيا طلقها.
أسا تصد دخل من فمو ونطق ما غاديش يطلق. بغيت أسلحة تدخل المغرب بلا ما تعرقل كيف آخر مرة. وانت عارف ملي كتحتاج السلعة من عندي كتوصل هي هاديك حتى لعندك. الفي اي بي قال غدا كاين اجتماع نتفاهمو، انت طلق السلعة وانا نوصل للسلاح نيشان الميناء. أسد قال هادي خدمة نقية، بغيت كاع الأسلحة توصل قبل ما يسالي الاجتماع مفهوم. في اي بي اللي ضحك ونطق واخا السي الواعر قطع، حيد التليفون مودنو تحس بشي خيال وراه، تلفت تلقاها هي واقفة قبالتو كوثر مخنزرة. بأش من حق داخل هنا. أسد طلعها ونزلها بغيت نهضرو، كوثر قال دوي دغيا وخرج. أسد قرب ليها وهي كترجع اللور حتى وقفات وسط الغرفة. طلعت هي الحاجب ماشي خوف لا، بغيت نقرب لك الباب باش تقول لي عندك وتخرج. سد الباب وراك السي البزناس اوبس لا لا، قربات حتى لودني ونطقات مافيوزي. حرك هو عنقو بالأعصاب، كتستفزو الكلمات ديالها، حس بها بعدات عليه ونطق وهو كيمسح على وجهه. أسد قال زبيدة هي اللي دارت ديك الفعلة، فريت معها البلان. كوثر خرجت عينيها بنت نقا، بربي لا بقات فمها اليوم نمشي لعندها. قصدت الباب باش تمشي تجرها من يديها لصقها معاه. أسد جمع أعصابه، كنتي باغا تخوي البلاد؟ كوثر تصدمات، هذا منين أعرف هاد الشي أسد اللي غوت قفزات، انتي كنتي باغا تخوي البلاد. كوثر بعدات عليه علاش عندك شي مشكل؟ مزبلها ومازال كتحكم واش انت بشر؟ أسد قال شتي واخا تخبي تحت الارض نجبدك فوق السما نجبدك. كوثر قربات حتى لوجهو، وحضي معايا حين النهار اللي غادي نهرب حتى من الاثار تاع رجلي ما غاديش تلقاهم. انا علمتك. أسد عصبات وخبط الطابلة اللي حداه تتهرسات مع الأرض، قرب لعندها شدها من الدراع ديالها مقربها لعندو. بربي لا عتبتي لشي قنت ولا زند عليك راسك ودرتيها بربي حتى غنجبد امك سمعتيني. انتي بلاصتك هنا حدايا فهمتي. تفحى وخرج راه دخل الباب بالجهد. كوثر بقات كتشوف وكتهز كلها بالأعصاب بحالو ماشي أقل منه. قالت أقسم بالله حتى غنديرها ليك على قد فمك، والله لا لقيتيني واخا تجيب المخابرات. ضربات رجليها مع الارض بالفقصه حتى بدات كتبتسم شويه بشويه وضحكات ضحكات ديال الشر. كوثر قالت غدا يا وليدي قرقبوا على امك البوليس والقوات البحريه باش نوريك اللعب معايا حتى انا بشحال مقيوم. السي اسد العمراني لمسات كرشها بابتسامه، والله حتى نخليك كي الكلب تولي تطلب. اتجهت الكوافوز هزات بوليرو لبساتها لبسات كلاكيط ونزلت لتحت لعندهم. لقاتهم مجمعين في الكوزينه وعاقدينها غباشه ديالهم كلهم كيهضروا بالنفاخه. نخليو هاد المنفخات حتى يتفشوا ونمشيو لعند الرجال اللي كلهم في الشركه. ملي وصلوا هما غير كيهضروا على الخدمه والمشاريع ومحمد معاهم حتى هو عنده خبره بحكم هو اللي مسير المشروع ديالو وقاري على هادشي شي شويه. جمعوا كلهم في المكتب عند مجد. سلطان تا هو شويه معاهم وشويه كيمشي للمكتب اللي عنده تما في الشركه ديال باه. الرجال من العاده ديالهم ديما فاهمين والشغل ديالهم فيه التقار. مع سلاو القهوه ديالهم مع الدخله تاع السلطان اللي عندهم. السلطان قال سيادنا راه كيصونيو باش نرجعو. محمد قال نسينا راسنا هنا. ماش قال وياه الراحه هي اللي كتخلي بنادم منسجم. السلطان مشى جلس حداهم. كاينه وكنت بغيت ندوي في واحد الموضوع ومن الأحسن نهضروا فيه دابا. ماجد قال الله يسمعنا خبر الخير. السلطان كان غير الخير. المهم راه السيمانه الجايه ان شاء الله. حط يدو على الكتف ديال محمد. غادي نجيو نخطبوا وفاء الا بغيتي. محمد اللي ابتسم الله يا ودي مرحبا بكم. ماجد قال خير الامور اخير ما درت يا ولدي.